السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هكلمك على الهيدروليك موتورز او المحركات الهيدروليكيه. تعالى كده نتكلم على الفانكشن او الوظيفه بتاعه المحركات الهيدروليكيه. بمنتهى البساطه الوظيفه الاساسيه ان هي بتحول الهيدروليك انرجي، الطاقه الهيدروليكيه، الى ايه يا فندم؟ الى طاقه ميكانيكيه. طيب هي بتعمل الكلام ده ازاي او السيستم اصلا ماشي ازاي؟ بمنتهى البساطه انت في انبوت دخل عندك كسورس اوف باور من بره للهيدروليك سيستم بتاعك. ايه هي الباور سورس دي؟ يا اما والله ان هي تكون الكتريك موتور اخد فولتج واخد امبير وابتدى ان هو يطلع لي طاقه ميكانيكيه دورانيه تورك في اوميجا، او يكون عند حضرتك محرك احتراق داخلي internal combustion engine اخد وقود. الوقود ده تمام فيه طاقه كامنه، ابتدى ان انا وهي طاقه كيميائيه بالمناسبه، يعني ابتديت ان انا احرقها. وانس ان انا حرقتها ابتدى يحصل عندي فيه تولد لطاقه حراريه عن طريق المكونات الميكانيكيه اللي موجوده. حولت هذه الطاقه الحراريه الى طاقه ميكانيكيه دورانيه تورك في اوميجا. تمام. طيب هذه الطاقه الميكانيكيه دخلت عندك الى العنصر الاساسي في دايره الهيدروليك، الا وهي الهيدروليك بامب او الترومبه. احنا اتكلمنا طبعا على الترومبات وشرحنا الانواع المختلفه وشرحنا ازاي الدنيا بتشتغل. طيب الهدف الاساسي من نظام الهيدروليك سيستم ان انا اعمل عليه كنترول. تمام. ان انا اعمل عليه ايه؟ كنترول. ان انا اتحكم في البريشر عن طريق البريشر فالفز، بريشر كنترول فالفز. ان انا اتحكم في الفلو ريت عن طريق الفلو كنترول فالفز. ان انا اتحكم في الدايركشن عن طريق الدايركشن كنترول فالفز. فاذا انا اقدر ان انا اعمل كنترول على السيستم بتاعي. الحاجه الثانيه ان انا اقدر اعمل ترانسفير للباور دي ريموتلي في حته بعيده، بحيث ان انا اخلي الفاينل درايف بعيده عن الباور سورس. يعني اقدر اخلي الاسطوانه الهيدروليكيه بتاعتي او الهيدروليك موتور بتاعي بعيد عن السورس اوف باور اللي هي مين يا فندم؟ الهيدروليك بامب، اللي هي متصله طبعا بالانبوت درايف اللي موجود عندي هنا. وبالتالي انا عملت كنترول ونقلت هذه الباور الى العنصر الاخير او العنصر النهائي او التيرمينال بتاع دايره الهيدروليك بتاعتي، اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي يا اما الاسطوانه الهيدروليكيه يا اما الهيدروليك موتور اللي احنا تمام هنتكلم عليه في المحاضرات دي ان شاء الله. تمام كده. طبعا الهيدروليك موتور ده حضرتك اخد هذه الطاقه الهيدروليكيه من البامب، لان حضرتك عارف برضو ان البامب دي بتعمل انرجي كونفرجن، بس من ايه لايه يا فندم؟ من الطاقه الميكانيكيه اللي هي اخدتها الى طاقه هيدروليكيه. طاقه هيدروليكيه عباره عن ايه؟ فلوريت للزيت اللي موجود عندك في الدايره. والحاجه الثانيه لما حضرتك بتحط احمال بيقدر الزيت ده يعمل فلو قصاد هذه الاحمال ويتغلب على هذه المقاومات، وبالتالي بيحصل بيلد اب لحاجه اسمها البريشر. يبقى اذا الطاقه الهيدروليكيه هي عباره عن فلوريت في بريشر. الموتور اللي موجود عندك الهيدروليك موتور ده اخذ هذه الهيدروليك انرجي اللي هي فلوريت في بريشر وراح جاي محولها مره ثانيه الى طاقه ميكانيكيه دورانيه عباره عن عزم دوران مضروبا في سرعه دورانيه. تمام. ما تنساش حضرتك ان احنا اتكلمنا عن الهيدروليك سيلندرز قبل كده، وهي كانت بتعمل نفس الوظيفه ولكنها كانت بتديني طاقه ميكانيكيه خطيه. يعني حضرتك انت كنت بتديها بريشر، تديها فلوريت، تطلع لك من الناحيه الثانيه فيلوسيتي، وكمان تطلع لك لينير فورس. تمام. فدي كده الوظيفه بتاعت الهيدروليك موتورز، هي عمليه انرجي كونفرجن او عمليه تحويل لطاقه من هيدروليكيه الى ميكانيكيه دورانيه. هنا مثال مشهور قوي على مبدا تحويل الطاقه. ايه المثال ده؟ هو عمليه الهيدروستاتيك ترافل درايف اللي هو موجود عندك في الويل لودر. بمنتهى البساطه بيكون في عندك موتور انترنال كومباشن انجن، تمام، ده بيطلع طاقه ميكانيكيه. رحت جاي على طول حاطط هذه الطاقه في بامب او مضخه. المضخه دي راكبه عندك هنا على المحرك. تمام. ابتدت المضخه دي تمام زي ما حضرتك شايف تعمل ايه؟ تاخد عندك زيت، وهقول لك الزيت ده جاي منين، ولكنها ابتدت تدي طاقه لهذا الزيت. فطلع عندك هنا الزيت ده من الناحيه الثانيه وهو جواه يعني مشحون عندك هنا بهذه الطاقه، طاقه السريان. فطلع عندك هنا الزيت من الناحيه الثانيه دخل عندك في مواتير هيدروليك زي ما حضرتك شايف. مواتير الهيدروليك اللي حضرتك شايفها دي راكبه عندك هنا على باور ترانسميشن مكون عندك من تروس، بحيث هذه التروس تقدر تديني نسب التخفيض اللي انا عايزها وتقلل لي السرعات الدورانيه، وبالتالي تزيد عندك هنا العزوم. فدي نقطه مهمه جدا. وبالتالي حضرتك هنا بعد ما انا اخدت السرعه اللي انا عايزها من الجير بوكس بتاعي، رحت جاي مطلع عندك هنا عمود. هذا العمود زي ما حضرتك شايف كده هو عمود كردان. رحت مدخله على ديفرنشال، ومن الديفرنشال اخدت نسبه تخفيض ثانيه ووديتها عندك هنا بعد كده الى مين يا فندم؟ الى العجلات. لا، تمام، وديتها عندك هنا الى ريدكشن جروب او مجموعه الستوليك، يعني زي ما بيقولوها كده بالبلدي. اخدت نسبه ريدكشن كمان، تمام، او بيقولوا عليها الويل هاب درايف، يعني لو حضرتك عايز تقول الاسم العلمي بتاعها. وبعد كده رحت جاي مطلع الكلام ده تمام الى العجل. يبقى اذا
تعالى نرجع للهيدروليك مره ثانيه ونسيبنا من حته الميكانيكا. انت حضرتك في عندك هنا ترومبه، هذه الترومبه طلعت لي طاقه تمام هيدروليكيه، وعندك هنا في مواتير هيدروليك اخذت هذه الطاقه الهيدروليكيه وحولتها بعد كده الى طاقه ميكانيكيه عباره عن سرعه دورانيه في عزم دوران. لاحظ معايا ان السيستم اللي قدام منك ده هو سيستم بيتقال عليه الكلوزد لوب سيستم. ليه هو كلوزد لوب؟ لان بمنتهى البساطه خوارج مواتير الهيدروليك هي داخل الترومبه، وخارج الترومبه تمام هي اوريدي الداخل بتاع مواتير الهيدروليك. فاذا تمام انت ما عندكش وسيط في النص بتبتدي ان انت ترمي فيه وتاخد منه، لا تمام، دي عندك هنا بتخرج، دي تاخد منها، دي بتخرج، دي تاخد منها، وبالتالي الدايره اللي موجوده عندك هنا هي ايه؟ هي دايره مغلقه زي ما حضرتك شايف. تمام. طبعا الضغط العالي لونه احمر زي ما حضرتك شايف، ده اللي هو خارج الترومبه وداخل عندك مواتير الهيدروليك. خوارج مواتير الهيدروليك باللون الازرق زي ما حضرتك شايف. تمام. بيكون في عندك هنا برضو خطوط مرشده علشان خاطر اقدر ان انا اتحكم في الفلو ريت بتاعي، وحضرتك ان انا اقدر اخد السرعه المناسبه والسبيد كنترول بتاع مواتير الهيدروليك ده. تمام. انا ان شاء الله باذن الله هشرحه لك بالتفصيل اكسكلوسيف للناس اللي هتتفرج معانا ان شاء الله باذن الرحمن. فتابع معايا ان شاء الله علشان خاطر نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وازاي نشوف بقى ايه اللي موجود جوه مواتير الهيدروليك دي، وايه الانواع بتاعتها، وايه المكونات، وكذلك ازاي نقدر نعمل عليها كنترول على السبيد بتاعتها. يهمني قوي ان انت تعرف السيمبل او الرمز بتاع موتور الهيدروليك جوه السيركتس بتاعتك لما حضرتك تشوفها، وجوه السكيماتكس بتاعت دوائر الهيدروليك. بمنتهى البساطه انت عارف الشكل عندك بتاع الترومبه عامل ازاي. تمام. شكل الترومبه هو نفس الشكل بتاع الهيدروليك موتور، ولكن في اختلاف جوهري ان حضرتك هنا الاسهم اللي موجوده عندك دي بتقول ان الزيت عندك داخل الى جسم الهيدروليك موتور وليس خارج منه. هو صحيح بيدخل وبيخرج، وفي الترومبه برضو بيدخل وبيخرج، ولكن انت عندك هنا بنتكلم على الطاقه. هنا الزيت بيخش تمام، فيبتدي ان هو اكزيرت انرجي، ويبتدي ان هو يبذل مجهود علشان خاطر يدي حضرتك شغل، وبالتالي السهم هيكون داخل لجوه. بينما حضرتك تمام في طرمبات الهيدروليك الزيت بيخش بيتعمل عليه شغل علشان حضرتك تقدر ان انت تاخد الطاقه من الترومبه اللي موجوده عندك. فاذا الرمز اللي موجود عندك هنا فوق ده شكله ايه؟ شكل حضرتك محرك هيدروليك ذو حجم هندسي ثابت. تمام. يبقى ده عندك محرك تمام هيدروليكي ذو حجم هندسي ثابت، وحضرتك عارف يعني ايه حجم هندسي ثابت، وحضرتك عارف يعني ايه الديسبيسمنت. تمام. واحنا شرحنا الكلام ده كله في الترومبات. ولكن زي ما حضرتك شايف كده الرمز اللي قدام منك ده بيقول لك ان الزيت يقدر ان هو يخش من هنا ويطلع من الناحيه الثانيه، او الزيت يدخل من هنا ويطلع من الناحيه الثانيه، وبالتالي ده محرك هيدروليكي ذو حجم هندسي ثابت، ولكنه ثنائي اتجاه الدوران باي دايركشنال. ينفع يلف كلوك وايز وينفع يلف كاونتر كلوك وايز، يعني مع الساعه وعكس عقارب الساعه. طيب الرمز اللي موجود عندك هنا ده اضفنا عليه السهم بتاع الفاريشن. طيب فاريشن ايه؟ احنا بنفاري ايه حضرتك؟ احنا بنفاري الديسبيسمنت، وبالتالي ده محرك هيدروليكي ذو حجم هندسي متغير. تمام. ما تقلقش هشرح لك الكلام ده ان شاء الله باذن الرحمن. كمان هذا الشكل بيقول لك ان ده محرك هيدروليكي تمام ذو اتجاه دوران ثنائي، يعني باي دايركشنال. فدي بتبقى عندك هنا نقطه مهمه جدا. عايز اقول لحضرتك على حاجه، زي ما كان رمز الترومبه لا يعبر باي حال من الاحوال عن نوعها تمام الا في حالات بسيطه، برضو عند حضرتك هنا تمام الرمز بتاع الموتور لا يعبر باي حال من الاحوال عن نوع الموتور الموجود على ارض الواقع. يعني حضرتك تقدر تشوف الرمز ده تمام، بس ما تعرفش هل ده جير موتور او جي روتور موتور، او حضرتك ده مثلا فين موتور، انت مش عارف. تمام. او هل هو مثلا موتور بيستمي، انت مش عارف. الرمز مش بيدل على نوع الموتور في الحقيقه عامل ازاي. كمان في نقطه مهمه جدا، ان ساعات المواتير دي بيبقى فيها internal leakage، او بيكون فيها عندك هنا ايه تهريب داخلي، فلازم يكون في عندك هنا درين لاين موجود، ويكون الدرين لاين ده زي ما حضرتك شايف كده منفصل، مش يعني مش بيرمي مثلا على خط من الخطين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو كان الموتور ده ثنائي الاتجاه، يعني يقدر يلف تمام مع الساعه وعكس عقارب الساعه، فممكن ايه ده يكون خط الضغط وبي ده خط التانك، ممكن العكس، ممكن يكون البي ده خط الضغط والاي ده خط التانك. فانا لازم اكون عامل فيه درين بورت منفصله علشان خاطر التهريبات اللي موجوده عندي هنا تمام اقدر ان انا اهربها وارميها الى التانك. انما انا لو انا كان المحرك بتاعي ده محرك ثابت الاتجاه، يعني شغال مثلا مع الساعه على طول، اللي هو محرك يوني دايركشنال يعني، او كان حضرتك عكس عقارب الساعه على طول، فبالتالي انا هقدر اثبت بورت من دول واخليها هي البورت بتاعه التانك دايما، فاذا اقدر اخلي الدرين يترمى عليها. فدي نقطه مهمه جدا جدا، لازم حضرتك تفرق ما بين لو كان المحرك بتاعك ده ثنائي اتجاه الدوران او كان احادي اتجاه الدوران، علشان حضرتك تبقى عارف هل ليه خط تصريف منفصل، يعني هيبقى عليه 3 خراطيم ولا هيبقى عليه خرطومين بس.
تعالى بقى نتكلم على الثيوري اوف اوبريشن او مبدا العمل، وعلشان خاطر نسهل الموضوع هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن محرك ترسي ولكن تعشيق التروس بتاعه هو تعشيق خارجي، يعني external meshing hydraulic gear motor. هي ايه المكونات الموجوده عندي بمنتهى البساطه كده في الموتور الترسي ده؟ حاجه بسيطه جدا. عندك هنا في شافت وشافت تاني، وعند حضرتك الشافت ده راكب عليه ترس وده راكب عليه ترس تاني، والترسين معشقين مع بعض، وعندك في من بره في كيسنج وفي بورت للدخول وبورت تانيه للخروج. طيب تعالى نتكلم بقى عن حاجه مهمه جدا جدا، الا وهي الاوتبوت باور اللي موجوده عندك وطالعه من المحرك بتاعي جت منين، وايه الفيزيكال اكشن اللي حصل جوه علشان خاطر اخد الباور دي. طيب هو اصلا ايه الانبوت باور اللي دخلت؟ الانبوت باور اللي دخلت بريشر وكمان دخل فلو ريت. طيب ايه الباور اللي طلعت؟ الباور اللي طلعت عندي في عزم دوران اللي هو التورك، والاوميجا اللي هي السرعه الدورانيه. تعالى نتكلم حضرتك الاول على البريشر، نشوف البريشر اصلا هيعمل ايه. انت حضرتك عندك البورت دي بيبتدي الزيت ان هو يدخل من هذه الفتحه جوه الهاوزنج او جوه الكيسنج، يلاقي قدام منه ايه يا فندم؟ يلاقي قدام منه مساحه سطح السنه، تمام؟ يلاقي قصاد منه مساحه سطح السنه. طيب المساحه اللي موجوده عندك دي اتضربت عندك في البريشر اللي داخل، فطلع عندي فيه قوه. طلع عندي فيه ايه يا فندم؟ قوه. خط عمل القوه دي بيبتدي ان هو يبعد عن مركز الشافت بمسافه معينه، فبالتالي اصبح في موجود عندي ذراع عزم. فحضرتك لو انا جيت ضربت القوه دي في هذه المسافه، طلع عندي فيه ايه يا فندم؟ طلع عندي عزم الدوران. وبالتالي حضرتك المسؤول عن عزم الدوران هو ايه يا فندم؟ هو الضغط اللي داخل للهيدروليك موتور. واحد يقول لي الله تمام، هي الترومبه اصلا ما بتطلعش ضغط، دي الترومبه بتطلع فلوريد. جميل جدا زي الفل. امال الضغط ناشئ عن ايه يا فندم؟ الضغط اصلا ناشئ تمام عن الحمل اللي هو موجود على الشافت بتاع الهيدروليك موتور، وبالتالي الزيت عندك هنا هيخش جوه هذا الحيز، تمام؟ فهيلاقي قدام منه ريزيستنس، هذه الريزيستنس هتعمل بيلد اب للبريشر جوه جسم الهيدروليك موتور، وبالتالي هذا البريشر لما يتضرب زي ما قلت لك في مساحه سطح السنه، سنه واحده لا، ممكن تكون كذا سنه موجوده عادي جدا. فانا باخد الافكتيف فورس اللي موجوده عندي هنا او الريزلتنت فورس، القوه المحصله، واخد عندك هنا الريزلتنت فورس دي، واخد الفرق اللي موجود ما بين السنتر لاين بتاع الشافت وبين هذه الريزلتنت فورس، تمام؟ فهتكون عندك هنا الريزلتنت فورس مثلا في هذا تمام الاتجاه مثلا، وليكن ان انت بيكون في عندك ديستانس موجوده ما بين هذه الريزلتنت فورس وما بين عندك هنا السنتر لاين بتاع الشافت. فانا حضرتك لو جيت ضربت الفورس اللي موجوده عندك دي في تمام المسافه او الديستانس اللي عندي، فهيطلع عندك مين يا فندم؟ هيطلع عندك التاو اللي هو عزم الدوران. اذا البريشر مسؤول عن عزم الدوران. طيب حضرتك لو جيت بصيت لي الناحيه الثانيه، دخول الزيت بفلو ريت معين، تمام؟ اللي هو وحده حجم على وحده زمن، تمام؟ وليكن مثلا متر مكعب في الثانيه، او يكن مثلا لتر في الدقيقه وات ايفر. فبيبتدي حضرتك هذا الزيت اللي داخل عندك بفلو ريت، تمام؟ هيملأ الفراغ تمام الموجود عندك هنا بين الاسنان. هذا الفراغ اللي موجود بين الاسنان اللي هو زي ما حضرتك شايف كده الحته اللي باللون الاحمر دي، تمام؟ ده حضرتك الديسبليسمنت، دي حضرتك الازاحه. طيب هذا الملي اللي موجود عندك هيبتدي ان هو يحصل في وقت محدد، تمام؟ كل ما حضرتك زاد الفلو ريت كل ما عندك هنا ما قل وقت الملي، وبالتالي تزيد عندك عدد اللفات، تمام؟ يعني حضرتك مثلا انت فتحت عندك الحنفيه وليكن بتاعه مثلا حوض المطبخ، وحضرتك جايب ازازه على نفس فتحه الحنفيه، تمام؟ حضرتك جبت ازازه، تمام؟ هذه الازازه مثلا نص لتر، وجبت ازازه ثانيه 2 لتر، انهي هتتملى اسرع؟ والله الازازه النص لتر، تمام؟ هتتملى اسرع من الازازه ال 2 لتر بالتاكيد. طيب لو انا حضرتك جبت ازازه تمام لتر وازازه ثانيه لتر برضه، وحضرتك رحت جاي مثلا فاتح الحنفيه بتاعتي وليكن ان هي ربع فتحه، تمام؟ فحامله الازازه الاولانيه فخدت وقت معين. طيب بعد كده رحت مزود فتحه الحنفيه ومليت الازازه الثانيه اللي هي لتر، فهتاخد عندك هنا وقت اقل، وبالتالي اللي يقول لي عندك هنا ان كل ما زاد الفلوريت اللي موجود عندك كل ما زاد حضرتك ايه يا فندم؟ عدد اللفات، لان وقت الملي للديسبليسمنت اللي موجود عندك هنا ده هيبتدي ان هو ايه يا فندم؟ هيبتدي ان هو هيقل، تمام؟ اذا معدل السريان الموجود عندك هنا ده هو المسؤول عن عدد لفات المحرك، اي مسؤول عن الاوميجا، اي مسؤول عن السرعه الدورانيه. ايه هي مميزات مواتير الهيدروليك اللي تخليني استعملها؟ اولا مواتير الهيدروليك عندها كثافه قدره عاليه جدا، المصطلح ده اسمه هاي باور دينستي. الباور دينستي دي يعني ايه؟ يعني حضرتك انت كموتور بتديني قدره قد ايه مقارنه بحجم حضرتك؟
تمام كده. فمواتير الهيدروليك فيها ميزه حلوه قوي ان احجامها صغيره، ولكن قصاد هذه الاحجام الصغيره فاقدر ان انا اخد منها باور عاليه جدا، وبالتالي دي تديني ميزه حلوه قوي ان انا لو عندي في حتت مزنوقه تمام وعايز تمام احشر فيها حاجه تديني طاقه ميكانيكيه دورانيه، اقدر ان انا استعمل الموتور الهيدروليك بتاعي. ده رقم واحد. رقم اتنين، في انتظام كبير في التسارع. يعني حضرتك لو انا هتكلم عندك هنا على الاكسلريشن بروفايل، هلاقي ان الاكسلريشن بروفايل نيرلي ان هو يكون ايه لينير تمام، يعني بيبقى قريب جدا من ان هو يبقى ايه خطي تمام، ويبقى فيه عمليه كده ايه ان هو يبقى جرادوال. فده ميزه كويسه جدا، وان ما يبقاش فيه فلكشويشن عندك في التسارع، فدي حاجه ممتازه جدا واقدر اقول عليه بريسايز كنترول. الحاجه الثانيه برضو تمام ان في عمليه دقه في تحديد سرعه الدوران والعزم المطلوب. يعني انا دلوقتي عايز اوصل كقيمه نهائيه لعزم وكقيمه نهائيه لسرعه دوران، اقدر اخد تمام ارقام دقيقه جدا في السرعات وفي العزوم تمام. حاجه برضو مهمه جدا، اقدر ان انا اغير السرعه كمقدار واتجاه بسهوله. حضرتك السرعه دي تمام زي ما انت عارف كميه متجهه. يعني ايه كميه متجهه عشان ما تجعلصاش؟ يعني اقدر الف الموتور بتاعي يمين تمام مع عقارب الساعه او شمال عكس عقارب الساعه براحتي زي ما انا عايز تمام. يبقى الدايركشن بتاع الدوران ده سهل جدا باستخدام دايركشن كنترول فالف، حاجه في منتهى البساطه يعني. وكمان اقدر ان انا اعمل عليه سبيد كنترول، اتحكم في السرعه في طرق مختلفه كتير جدا علشان خاطر اتحكم في سرعه الموتور الهيدروليك تمام. ان شاء الله هشرح لك ازاي تتحكم في سرعه موتور الكهرباء، ما تقلقش هقول لك على كل حاجه، سواء كان موتور دي سي ولا كان موتور اي سي تمام. هشرح لك الكلام ده ان شاء الله باذن الرحمن قدام. ولكن في مواتير الهيدروليك تمام نقدر ان احنا نتحكم في السرعه بمنتهى البساطه، والكلام ده كله اقدر ان انا اعمله تمام بدون لاج، او حتى ان وجد لاج هيكون لاج بسيط جدا تمام. بيقدر ان هو يبدا حركته من السكون وهو عليه احمال من غير ما يحصل فيه سبايك كبير جدا في الضغط تمام، عكس مواتير الكهرباء اللي بيكون فيها تيار البدء بيكون عالي تمام. فحاجه كمان عمره طويل، لان التاكل تقريبا بيكون مش موجود بين الاجزاء الميكانيكيه المتحركه. فعلا يعني عن تجربه وعن خبره عمر مواتير الهيدروليك بيكون طويل، على الرغم ان انت بتحط عليه احمال عاليه تمام، وبتاخد منه سرعات كبيره، وبتقدر ان انت تعزم عليه جامد، ولكن تمام بيقدر ان هو يشتغل معاك بكفاءه لحد فترات طويله جدا من غير يعني ما يحتاج عمارات، او من غير ما يحتاج ان انت تصين فيه. يعني ساعات انت بتنساه من كتر ما هو عمال يأدي معاك بكفاءه. هنتكلم بقى دلوقتي عن كونسبت مهم جدا، الا وهو كونسبت الديسبيسمنت او ايه او الازاحه. تعالى حضرتك نشوف تاثير الديسبيسمنت دي على السرعه، وتعالى نشوف تاثير الديسبيسمنت دي على التورك على العزم. طيب هدخل بس كده حته في الاول انت عارفها تمام، فبناء عليها يعني نبتدي ان احنا نتكلم في الباقي. ايه الحته الاولانيه اللي انت عارفها؟ حضرتك عارف ان الضغط هو المسؤول عن ايه يا فندم؟ الضغط هو المسؤول عن العزم اللي خارج من الموتور بتاعي، لان انا زي ما قلت لك انت حضرتك حاطط على الموتور ده حمل معين تمام. بيبتدي الفلو ان هو يخش جوه، عايز يزق ايا كان الميكانيكال بارت اللي جوه الهيدروليك موتور ده علشان خاطر يلففه وياخد منه تمام الحركه الدورانيه بالظبط كده. فاذا الفلو ده لما دخل جوه الهيدروليك موتور ابتدى يحصل فيه بيلد اب للبريشر، وبالتالي تكون عندك هنا بي. البي ده تمام حضرتك ضربته في المساحه السطحيه للاجزاء الميكانيكيه اللي هو هيؤثر عليها، سواء كانت بقى هذه عباره عن بساتم، او سواء كانت تروس، او تمام كانت جي رولرز، او وات ايفر يعني كانت ايه هي. فاحنا ضربنا عندك هنا فورس، ضربنا عندك هنا بريشر في اريا، فطلع عندنا هنا الفورس تمام. وزي ما قلت لحضرتك ان انت بتاخد الفورس دي تمام، تبتدي ان انت تضربها في ايه يا فندم؟ تبتدي ان انت تضربها في ذراع العزم علشان خاطر في الاخر اخد مين؟ اخد التاو. يبقى اذا دي حته انا كنت قلتها لك قبل كده. طيب تعالى زود حته كمان. طيب ايه رايك لو انا كبرت الديسبيسمنت بتاعه الهيدروليك موتور بتاعي؟ يعني كبرت الديسبيسمنت، يعني جبت عندك هنا موتور هيدروليكي ليه حجم اكبر، ولكني هشغله على نفس البي، على نفس الضغط. طيب بمنتهى البساطه لو انا جبت عندك هنا موتور هيدروليكي حجمه اكبر، يعني ايه يا فندم؟ يعني لما انا اجي عندك هنا في هذه العلاقه اللي انا كنت شغال عليها، هلاقي حضرتك ان الاريا زادت. ليه يا فندم؟ لان حضرتك ده موتور حجمه اكبر، يعني المساحه السطحيه تمام للحاجات اللي احنا هنشتغل عليها، سواء كانت خليها بس نشتغل بهايلايتر احسن من الكلام ده. يعني حضرتك تمام المساحه السطحيه للاجزاء الميكانيكيه اللي هيأثر عليها الضغط ابتدت ان هي تزيد. يعني مثلا لو انا كان عندي مثلا موتور فيه بساتم تمام، وجبت موتور اكبر منه، وبالتالي مساحه عندك هنا سطح المكبس، يبقى ده المكبس بتاعي اهو تمام، مساحه سطح المكبس الحته المدوره اللي عندك هنا فوق دي حصل ان هي ايه؟ زادت عندك، كبرت. وبالتالي حضرتك لما تضربها في السيم بريشر المؤثر ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتاخد عندك هنا فورس اكبر، وبالتالي انا خدت عندي هنا فورس كبيره.
كمان حضرتك هيكون في ذراع عزم اكبر، لان حضرتك تمام هيكون في مسافه اكبر ما بين الريزلتنت فورس اللي موجوده عندك هنا و السنتر لاين بتاع الشافت بتاع الهيدروليك موتور بتاعك. فكمان ال دي تمام هتزيد، وبالتالي ال زادت والاف هي كمان زادت، فانا هاخد عندك هنا تورك اكبر، وبالتالي زياده عندك الديسبليسمنت، زياده حجم الموتور لنفس ضغط التشغيل تمام هيؤدي الى زياده العزم. تمام، اذا دي نقطه مهمه جدا. يبقى الاوتبوت تورك عندك هنا بيعتمد على مين يا فندم؟ على البريشر ديفرنس. ايه البريشر ديفرنس؟ يعني ايه بريشر ديفرنس؟ بمنتهى البساطه هو بيقول لك ان انت في عندك هنا بورت الضغط فيه عالي، وبورت الضغط فيه تقريبا ضغط تانك. تمام كده؟ فلو انا جيت قلت لك ان البي العالي ناقص البي بتاع التانك هيدي لك حاجه اسمها الدلتا بي اللي هي البريشر ديفرنس، هي دي. تمام، هي دي اللي تخلي بالك منها. اذا كل ما زاد عندك ضغط التشغيل كل ما خدت عزم اكبر، كل ما زاد حجم الموتور كل ما زاد عندك هنا العزم برضه. يبقى كل ما زاد الضغط كل ما زاد العزم، كل ما زاد حجم الموتور كل ما زاد العزم. طيب تعال نتكلم بقى في نقطه مهمه جدا. ازاي ازود السرعه؟ بزود السرعه تمام بان انا بزود عندك هنا الفلوريت. تمام، لان انا زي ما قلت لك عندك هنا حاجه اسمها وقت الملي. تمام، لو انا جيت قلت لك ان عندك هنا ازازتين، الازازتين دول كل واحده فيهم لتر، وفتحت الحنفيه واحده ربع فتحه والثانيه فتحتها للاخر، الازازه عند الحنفيه وهي مفتوحه للاخر هتتملى اسرع من الازازه عند الحنفيه وهي مفتوحه ربع فتحه. هي دي نفس الفكره بمنتهى البساطه. الديسبليسمنت بتاعه الموتور اللي موجود عندك بملاها اسرع لما يكون عندك هنا الفلوريت اكبر. تمام كده؟ ماشي. طيب عندنا بقى نقطه مهمه جدا وتخلي بالك منها كويس قوي قوي قوي. تمام، والكونسبت ده ما حدش هيقوله لك. حضرتك لنفس معدل السريان، لنفس الكيو، لنفس الفلوريت، الموتور الصغير هيدي لك سرعه دورانيه اكتر من الموتور الكبير لنفس الفلوريت. تمام، يعني مثلا لو انا عندي فلوريت وليكن هنقوله مثلا قد ايه، 150 لتر في الدقيقه، 200 لتر في الدقيقه، ايا كان الرقم، انا هثبت عدد اللترات في الدقيقه. فاقدر اقول لحضرتك ان لنفس معدل السريان الموتور الصغير هيدي لك سرعه دورانيه اكتر من الموتور الكبير. اشمعنى؟ لان حضرتك عندك هنا الديسبليسمنت بتاعت الموتور الصغير صغيره جدا، فهتتملى بسرعه، وبالتالي عندك هنا هيكون وقت الملي في الموتور الصغير اقل بكتير جدا من وقت الملي في الموتور الكبير، وبالتالي حضرتك تمام هتاخد سرعه اكبر من الموتور الصغير تمام من الموتور الكبير، علشان تفضل النسبه ثابته بسط ومقام. تمام، ليه يا فندم؟ لان حضرتك انت عندك هنا الكيو هتساوي ايه؟ هتساوي هنا الفوليوم مقسوم عندك هنا على التايم. تمام، اهو الفلوريت عباره عن فوليوم وحده حجم مقسومه على وحده زمن. تمام، وليكن مثلا لتر على الدقيقه او متر تكعيب على الثانيه او وات ايفر. تمام، فعلشان خاطر تفضل هذه النسبه ثابته تمام في كل من الحالتين، الموتور الكبير والموتور الصغير. تمام، فتعال نشوف ايه اللي حاصل عندك هنا. هي كيو ثابته. طيب الموتور الصغير في صغيره، فهيكون عندك هنا التي صغيره، اذا وقت الملي عندك هيكون حبه صغيرين. فيلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، فتاخد عدد لفات اكتر. بينما حضرتك في الموتور الكبير الفي كبر. تمام، يبقى لازم التي هي كمان تكبر علشان خاطر يبقى في سيم فلو ريت، وبالتالي حضرتك هنا وقت الملي اصبح عندك هنا اكتر، وبالتالي اخد عندك هنا عدد لفات اقل في نفس الفتره الزمنيه اللي انا عملت فيها التجربه على الموتورين. تمام، اذا دي نقطه مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها. يبقى لازم حضرتك تعرف ان انا لما بزود تمام الديسبليسمنت، لما بزود عندك الازاحه باخد عزم اكبر نتيجه ان انا لعبت عندك هنا في الجيومتري، وباخد عندك سرعه اقل. تمام، ومن هنا ظهرت فكره حلوه قوي ان انا في عندي هنا نوعين من مواتير الهيدروليك. النوع الاولاني هو نوع اسمه فيكسد ديسبليسمنت، اي ان الازاحه عندك بتاعته ثابته. يبقى علشان خاطر انا اغير عندك في السرعه محتاج ان انا اغير في ايه؟ محتاج ان انا اغير في الفلوريت. تمام كده؟ طيب يبقى دي حاجه مهمه جدا. علشان خاطر العب في السرعه محتاج اغير في الفلوريت اللي انا بعمل له فيد ان جوه جسم الموتور. بينما في عندك هنا مواتير ثانيه فيريبل ديسبليسمنت، لا ده انا كمان اقدر العب في الديسبليسمنت اللي جوه الموتور. وبالتالي علشان خاطر حضرتك انا اغير في السرعه بتاعه الموتور اقدر ان انا العب لعبتين، يا اما اثبت الديسبليسمنت واغير في الفلوريت انا من بره، يا اما اثبت الفلوريت بتاعي واغير في الديسبليسمنت بتاعتي. تمام كده؟ اذا ده شغل مهم جدا لازم حضرتك تبقى عارفه، ولازم حضرتك تبقى عارف ان المواتير الفاريبل ديسبليسمنت اكبر ديسبليسمنت عندك هنا يبقى قصاد منها ايه يا فندم؟ قصاد منها اقل سرعه واعلى عزم، بينما عندك هنا اقل ديسبليسمنت اكتر سرعه واقل عزم. تمام؟
المواتير بقى ثابته الازاحه اللي هي الفيكسد ديسبيسمنت دي حضرتك ما بتقدرش تعمل كنترول على السبيد او على السرعه بتاعتها الا من خلال الفلو اللي حضرتك بتبعته للموتور بتاعك. ليه يا فندم؟ لان حضرتك في فوليوم جوه معين السائل بيخش ان هو يملاه في وقت معين، فحضرتك ما بتقدرش ان انت تتحكم في هذا الفوليوم اللي موجود داخل جسم الموتور بتاعك. ليه يا فندم؟ لان ده اصلا تمام هذا الفوليوم ناتج من حجم هندسي ثابت، يعني في 3 ابعاد انت ضربتهم في بعض فطلعوا لك في الاخر تمام حاجه مرفوعه لاس 3 اللي هي بتعبر في الاخر يعني عن الحجم، تمام. فبمنتهى البساطه دي ابعاد ثابته انت مش بتقدر ان انت تغير فيها ديورنج الاوبريشن. زي مين يا فندم؟ زي مثلا الجير موتور اللي هو الموتور الهيدروليكي اللي جواه فيه تروس والحاجات اللي هي على شاكلته. طبعا الجير موتور زي ما حضرتك شايف كده في هنا ده اكسترنال ميشنج اللي هو التعشيق الخارجي، في حاجات تعشيق داخلي تمام زي مثلا اللي هي الجي رولر تمام موتورز والكلام ده، فدي كلها تندرج تحت ايه؟ تحت الفيكسد ديسبيسمنت او الازاحه اللي هي الثابته او الحجم الهندسي الثابت. تمام. عندنا في المواتير اللي هي البستميه زي الاكسيال بيستون موتور اللي هو البينت اكسس او الموزه، تمام. فده برده في منه نوع ثابت الازاحه يعني حجم هندسي ثابت. عندنا برده في اللي هي الاكسيال بيستون موتورز زي السواش بليت، تمام. انت خدت الترمبات السواش بليت، ايضا في مواتير سواش بليت وزاويه السواش بتكون ثابته وبالتالي في حجم هندسي ثابت، تمام كده. عندنا بقى موتور مشهور قوي، الموتور ده مشهور جدا في السرعات البطيئه والعزوم العاليه. الموتور ده اسمه راديال بيستون موتور، وده حضرتك بيكون هو ليه راديال يعني حضرتك؟ لان الحركه بتاعه البيستونز وانا هوريها لك ان شاء الله لما اجي اشرحه، الحركه بتاعه البيستونز بتكون عموديه على الاكس اللي انت بتاخد منه الحركه الدورانيه بتاعه الموتور، تمام كده. فده حضرتك بيكون مالتي ستروك، يعني بيكون في عندك هنا كذا بيستون وبيبتدوا ان هم يعملوا ستروكس مختلفه في اوقات مختلفه، وكمان بيكون في عندك هنا ايه ويز اكسترنال بيستون سبورت، يعني بيكون في عندك هنا كامه هي اللي بتديني الرياكشن. طبعا هشرح لك الكلام ده ان شاء الله باذن الرحمن، ولكن لازم تبقى عارف ان الراديال بيستون موتور ده تمام هو من مواتير الفيكسد ديسبيسمنت اللي حضرتك بتستعمله في السرعات البطيئه والعزوم العاليه. كمان عايز اقول لك ان ساعات بتلاقي في ديزاين من الراديال بيستون موتور اسمه السويتش، تمام. اسمه ايه؟ اسمه السويتش. ده حضرتك يا اما يدي لك 50% من الازاحه بتاعته او يدي لك 100% من الازاحه بتاعته، فاذا تمام انت حضرتك تقدر تاخد منه ايه؟ اقدر اخد منه سرعتين، فالمعلومه دي خليها في بالك لحد ان شاء الله باذن الله ما نروح لها قدام. عندنا ايضا في نوع تاني بقى من المواتير الهيدروليكيه اللي هي المواتير متغيره الازاحه، ودي بتديني اوبشن مهم جدا ان انا اقدر اعمل سبيد كنترول ديورنج اوبريشن من غير ما انا اغير الفلو ريت اللي داخل للموتور، لا انا اقدر عن طريق تغيير الديسبيسمنت اللي هي موجوده عندك داخل جسم الموتور، يعني الحجم الهندسي داخل جسم الموتور انا حضرتك اقدر اغير فيه خلال عمليه التشغيل من غير ما اغير الفلو ريت، وبالتالي اقدر ان انا اغير السرعه بتاعه الموتور بتاعي. وطبعا تغيير السرعه بيتبعه تغيير للعزم، تمام. لان حضرتك عارف ان انا بدخل انبوت ثابت كطاقه هيدروليكيه وباخد من الناحيه الثانيه طاقه ميكانيكيه على قد الانبوت اللي انا دخلته، وانا بلعب تمام في قيمه السرعه، وبالتالي اقدر ان انا اغير في القيمه بتاعه العزم. طيب ايه النوعين اللي موجودين عندنا؟ والله هم اللي كانوا موجودين في الفيكسد ديسبيسمنت موجودين عندنا في الفاريبل ديسبيسمنت اللي هم برده الاكسيال بيستون موتور البنت اكسس اللي هو الموزه، ولكنه في هذه المره تمام يمكن ان انا اغير الحجم الهندسي بتاعه، وده بيكون يا اما 7 بساتم يا اما 9 بساتم، والسبعه هو الاكثر انتشارا طبعا. الحاجه الثانيه عندنا سواش بليت بيستون موتور، وده ايضا اقدر ان انا اغير الحجم الهندسي بتاعه، تمام كده. وان شاء الله باذن الله هشرح لك قدام ازاي بنعمل تغيير لعمليه الحجم الهندسي داخل هذه المواتير، وهشرحها لك ان شاء الله بالتفصيل. يبقى اذا لنفس معدل السريان لو انا عندي نفس الكيو تمام اللي هي وحده حجم مقسومه على وحده ثانيه، تمام كده، على وحده زمن اسف، تمام. لنفس معدل السريان لو انا حضرتك زودت الحجم، لو انا زودت الحجم الهندسي اللي جوه، ايه اللي حصل؟ يعني حضرتك هنا تمام انا زودت عمليه الازاحه اللي موجوده عندك، يعني تمام عملت سواش بليت كبيره او خليت الثانيه تمام بتاعه الموتور البنت اكسس كبيره، وبالتالي وقت الملي عندك هنا هيبتدي يزيد، وبالتالي السرعه عندك هنا هتكون اقل، وبالتالي العزم عندك هنا اكبر. يبقى لازم تبقى عارف ان كل ما الديسبيسمنت عندك هنا بتزيد العزم عندك هنا هيكون اكبر، بينما السرعه هتكون عندك هنا ايه؟ اقل. ليه يا فندم السرعه اقل؟ لان لنفس معدل السريان انا محتاج ان انا املى حجم اكبر. لازم تبقى عارف ان حاصل ضرب العزم في السرعه الدورانيه هو بيساوي حاصل ضرب الضغط، وده اصلا ثابت في معدل السريان اللي هو ثابت. ليه يا فندم الاثنين دول ثابتين؟ حضرتك الاثنين دول ثابتين لان اصلا الطاقه الهيدروليكيه اللي موجوده عندك هنا هتكون ايه؟ الطاقه الهيدروليكيه هتكون عندك هنا ثابته، وبالتالي حضرتك هنا لو انا لعبت في السرعه تمام اقدر ان انا العب عندك هنا واغير في العزم، لان في المحصله في الاخر خالص تمام هيبقى عندك هنا ايه؟ الطاقه الهيدروليكيه في الحاله الايديال كيس هتساوي الطاقه الميكانيكيه اللي طالعه عندك هنا من الموتور. فبما ان الضغط ثابت تمام، وبما ان حضرتك عندك هنا معدل السريان هو كمان ثابت،
ثابت، فاذا تمام اقدر ان انا ايه العب بقى في السرعه الدورانيه، واقدر ان انا العب في العزم براحتي. فدي نقطه مهمه جدا 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 لازم تخلي بالك منها كويس قوي. نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها في المواتير الهيدروليك الا وهي اتجاه الدوران. تمام، حضرتك هتدخل الزيت المضغوط منين وتطلع الزيت الاكزوستد اللي بذل الطاقه بتاعته من انهي ناحيه بعد كده. تمام، فحضرتك بيكون في عندك هنا مواتير تمام بتبقى باي دايركشنال، يعني اقدر ان انا الففها مع الساعه وعكس عقارب الساعه، وفي مواتير ثانيه ثابته الاتجاه اللي هي بقول عليها يوني دايركشنال. تمام، دي مثلا يا اما بتلف مع الساعه او هي متصنعه تلف عكس الساعه، وبالتالي في فرق جوهري بين الاثنين. حضرتك تمام لما اجي اتكلم على الموتور اللي هو ريفرسبل دايركشن اوف روتيشن، يعني بيلف عندك هنا في الناحيتين تمام معاك وزي الفل، لازم حضرتك تبقى عارف ان والله الفتحات بتاعته دي الترنيتنج، يعني فتحات عندك هنا متردده ومتغيره. مره حضرتك الضغط العالي بيخش عندك من ناحيه، ومره الزيت الاكزوستد تمام يطلع من الناحيه الثانيه، وتقدر ان انت تعكس الكلام ده فاخد عندك هنا اتجاه دوران مختلف. تمام كده، فاذا هذا النوع تمام اللي انا بقدر ان انا الففه في الاتجاهين، بغير عندك هنا فتحات السحب والطرد براحتي زي ما انا عايز علشان خاطر اخد اتجاه الدوران اللي انا عايزه. ولكن لو حضرتك لقيت دايما في الموتور بتاعك في فتحه ثالثه، الفتحه الثالثه اللي موجوده دي هي فتحه التصريف. هذه فتحه التصريف اللي انا بقدر اطلع منها كميه الزيت اللي طلعت عندك هنا، لان حضرتك عارف ان في تهريبات داخليه وارد ان هي تبقى موجوده عندك في الموتور الهيدروليكي. تمام، لان انت عارف طبعا ان الموتور الهيدروليكي ده ليه حاجه اسمها ايتا فوليومتريك، هشرحها لك ان شاء الله باذن الله بعد كده، واعتقد ان انا شرحتها في الترومبات، اعتقد يعني ان انا شرحتها في بالفعل الكفاءه الحجميه دي انا شرحتها في الترومبات. حضرتك لازم تبقى عارف ان المواتير بيكون ليها ايتا فوليومتريك كمان، يعني بتعبر عندك عن التهريب الداخلي جوه جسم الموتور من الضغط العالي الى الضغط المنخفض، فلازم حضرتك يبقى عامل لي فتحه، هذه الفتحه اقدر ان انا اعمل فيها درين لهذا الزيت اللي هربان واوديه عندك الى التانك مره اخرى. لو انا لقيت عندك هنا في فتحه تصريف منفصله بنسبه كبيره جدا هيكون الموتور الموجود عندي ده باي دايركشنال، يعني موتور ثنائي الاتجاه، اقدر ان انا الففه مع الساعه وعكس عقارب الساعه. ليه يا فندم؟ لان انا مش مثبت دايما فتحه خروج، يعني دايما انا مش مخلي الاكزوستد اويل اللي رايح للتانك دي بورت ثابته، لا انا قلت لك البورتس اللي موجوده عندك دي الترنيتنج متردده ومتغيره على حسب اتجاه الدوران اللي انا عايزه. تمام، انا على فكره مش بحل خراطيم، الخراطيم ثابته، ولكن الدايركشن كنترول فالف هو اللي بيتحكم لي في اتجاه الدوران، خلي بالك. تمام، فدي نقطه مهمه جدا لحسن يجي في بالك ان انا عمال احل خراطيم، لا انا عندي في دايركشن كنترول فالف هو اللي بيتحكم لي في اتجاه الدوران بتاع الموتور، وكل حاجه ثابته ومتركبه في مكانها. تمام، فاذا بما ان انا عندك هنا تمام الدايركشن كنترول فالف عمال يشقلب لي، تمام دي البي مكان التي والتي مكان البي، يبقى اذا انا بخلي في عندك هنا فتحه تصريف منفصله، لان انا دايما مش مثبت فتحه تي. بينما حضرتك لو كان الموتور اللي عندك ده يوني دايركشنال، يعني موتور اتجاه دورانه عندك هنا ثابت، الانترنال ليكج اللي هو بيعبر عن الايتا فوليومتريك او اللي هي الكفاءه الحجميه الهيدروليكيه عندي، تمام بيرمي التهريب الداخلي على خط التي. تمام، ليه يا فندم؟ لان دايما خط التي ده مكانه ثابت، ودايما ده هو الزيرو بريشر، فعادي جدا لما ارمي تمام التهريب الداخلي عليه. هكلمك دلوقتي على الجير موتورز، ودي نوع من المواتير الهيدروليكيه اللي هي الفيكسد ديسبيسمنت، يعني حضرتك الحجم الهندسي اللي ناشئ من ابعاد الموتور ثابت، ما اقدرش ان انا اغيره اثناء الاوبريشن او اثناء التشغيل، وعلشان خاطر اعمل سبيد كنترول على الموتور ده ما اقدرش اعمل سبيد كنترول الا من خلال تغيير الفلو ريت سواء بالنقص او بالزياده. تمام، عندنا شويه خصائص كده لهذا الموتور الترسي، بيشتغل طبعا على ضغوط عاليه على الرغم من صغر حجمه وخفه وزنه، ودي عندك هنا ميزه كويسه يعني، وهوري لك طبعا تمام النومينال بريشر اللي هو بيشتغل عليه قد ايه يعني. تمام، مدى كبير من السرعات، فينفع حضرتك تقدر تشغله على فلو ريتس مختلفه، وكمان متاح منه احجام كتير مختلفه، لان حضرتك عارف ان هو ثابت الازاحه، فاذا ينفع يشتغل على فلو ريتس، وينفع تمام ان انت تجيب منه احجام مختلفه موجوده في السوق. تمام كده، بيشتغل مع زيوت كتير مختلفه اللزوجه، وبيتحمل درجات الحراره المختلفه، ودي نقطه عندك هنا ايجابيه. الموتور ده باي دايركشنال، يمكن عكس اتجاه الدوران بتاعه بمنتهى السهوله، ومنتشر في المعدات الثقيله وفي الدرايف بيلتس اللي هي اداره السيور، وكمان في الفانز. الكلام ده موجود عندك هنا كاجزاء ماكينات او كماشين بورتس. تمام كده، تعال نشوف كده الكي تكنيكال داتا دي مهمه جدا. حضرتك بيقول لك والله الرينج بتاع الديسبيسمنت اللي ممكن تلاقيه في السوق، تمام حضرتك ممكن تلاقي من 2.5 لحد 45 سنتيمتر كيوبيك لكل ريفوليوشن، فده رينج واسع جدا من الاحجام تقدر حضرتك تشتريه من السوق. النومينال بريشر اللي هو بيشتغل عليه اب تو 280 بار، وده يعني رقم انا اقدر اقول ان هو كويس ويشتغل على عزوم كويسه. السبيد رينج اللي موجودين عندك بيشتغل حضرتك من 500 لحد 5000 ار بي ام، وده رقم ممتاز كويس جدا. والعزم يشتغل معاك لحد 200 نيوتن متر. تمام كده، فده اللي هو السبيكترم اوف كي تكنيكال داتا بتاع الجير موتورز. طيب جواها بقى في ايه؟ تعال نشوف كده ايه هو التركيب الداخلي للمحرك الترسي. زي ما كنا شرحنا حضرتك تمام
الترومبات الترسيه. تمام، برضو المحرك الترسي هو نفس الفكره بالظبط، ولكن احنا بدل ما كنا بندي عندك هنا انرجي للزيت اللي هو اوريدي كان بيخش الترومبه نتيجه السكشن، نتيجه حضرتك ان السنان بتاعه التروس بتبعد عن بعضها فالحجم بيزيد فالضغط يقل فتحصل عمليه السكشن. تمام، وبعد كده انا باخد الطاقه الميكانيكيه بتاعتي ابتدي ان انا اديها للزيت وتبقى عندك هنا طاقه حركيه تاكيوميليت تعمل لك بريشر وهكذا. لا، هنا احنا الموضوع عادي خالص، انت عندك في الترسين تمام زي ما حضرتك شايف كده، احدهما تمام مثبت عليه الدرايف شافت اللي هو الشافت اللي انا هاخد منه التورك، هاخد منه العزم. تمام كده، فانا هنا ما عنديش ترس درايفر وترس دريفر، لا انا ما عنديش الكلام ده. تمام، انا الترسين عندي هنا الاثنين بيعملوا عمليه كونتريبيوشن وبيعملوا مساهمه تمام في التورك اللي طالع عندي على هذا الحمل الميكانيكي. فبمنتهى البساطه بيكون في عندك هنا ادي الترسين زي ما حضرتك شايف، وبيكون موجود عندك في النص في شافت زي ما قلت لك، وهذا الشافت بيبقى بحمل عليه الحمل الميكانيكي بتاعي. والترس الثاني برده بيبقى فيه شافت، ولكن هذا الشافت طبعا بيبقى قاعد على جلب علشان خاطر يقدر ان هو يلف عليها فريلي من غير ما يكون فيه تهدير كبير جدا واخلي الايتا الميكانيكال بتاعتي تقل. تمام، فبمنتهى البساطه الزيت عندك هنا بيخش من تحت، الزيت اللي بيخش من تحت ده بيكون بريشرايزد. تمام كده ماشي، فالزيت عندك هنا بيبتدي ان هو يدخل، لقى في حجم هندسي ثابت، هذا الحجم الهندسي ثابت ابتدى الزيت ان هو يملاه، لقى ان في عندك هنا مجموعه معينه من المساحات، هذه المساحات زي ما حضرتك شايف كده تقدر ان هي تتضرب في البريشر، فتبتدي ان هي تعمل لك ايه، تعمل لك ريزلتنت فورس. تمام، وليكن مثلا هفرض ان هي في هذا الاتجاه مثلا، هذه ريزلتنت فورس القوه المؤثره يعني. تمام، الاف اللي نتجت عندك هنا دي بتبتدي ان هي تتضرب عندك في الدي. تمام، اللي هي مثلا الديستانس اللي ما بين السنتر لاين بتاع الشافت اللي الترس ده بيلف عليه، وبيبتدي ان هو يطلع لي عندك في الاخر عزم دوران، فيلفف لي هذا الترس ويلفف لي الترس برضو بتاع الناحيه الثانيه. تمام، في اتجاهين مختلفين، وبالتالي تمام اقدر ان انا اخلي الترسين دول يلففوا لي العزم اللي موجود عندك. يعني واحد بشكل مباشر تمام بدايركت افكت على الشافت اللي هو محطوط عليه الحمل الميكانيكي، والتاني بما ان عندك هنا اتجاه الدوران مختلف تمام فبيساعد معاه في ان هو يلفف هذا الحمل الميكانيكي. تمام معايا، يبقى دي نقطه مهمه جدا. تمام، خلي بالك منها كويس قوي. يبقى اذا الزيت عندك هنا دخل من تحت لفف مثلا الترس ده في هذا الاتجاه ولفف الترس ده في هذا الاتجاه، فزي ما حضرتك شايف كده في نقطه ميشنج، نقطه تعشيق، فهتلاقي الترس اللي هو مش محمل عليه او انا مش حاطط على الشافت بتاعه الحمل الميكانيكي بتاعي بيزق الترس اللي انا حاطط على الشافت بتاعه المقاومه او الحمل الميكانيكي، وبالتالي في النهايه هو بيساعد وبجمع عندك هنا مجموع العزوم بتاعتي علشان خاطر في النهايه تمام يطلعوا لي على الحمل اللي انا حاطه على الشافت بتاع احد الترسين. تمام كده، فاذا ده كلام مهم جدا. لاحظ حضرتك ان الضغط اللي بيتحبس تمام بين سنان هذه التروس لا يؤثر باي شكل تمام على الاشكال، باي شكل من الاشكال على العزم بتاع الترس. الضغط ده مش بيؤثر خالص تمام، ولكنه مجرد بيعمل ايه، بيعمل لي راديال فورسز على هذه الشفطات تمام، ولكنه غير مؤثر تمام باي شكل من الاشكال على العزم اللي بينتج عني في النهايه. طبعا وانصر حضرتك هنا هذا الضغط قابل تمام فتحه التانك اللي هي نيرلي هتبقى زيرو بريشر، فبالتالي الضغط ده بيبتدي ان هو ينهار وبعد كده يروح الى التانك، واقدر ان انا اعمل السايكل بتاعي بتاع هذا المحرك الهيدروليكي الترس، مفيش اي مشكله خالص. تمام، فاذا احنا شرحنا كده من جوه التركيب الداخلي للمحرك الترسي. طيب حضرتك ممكن تلاقي تصميمات ثانيه للمحركات الترسيه ولكنها حاصل فيها ايه؟ حاصل فيها انترنال ميشنج، حاصل فيها تعشيق داخلي. طيب الانترنال ميشنج هيفيدني في ايه؟ الانترنال ميشنج هيفيدني تمام في ان انا اعلي الايتا فوليومتريك بتاعه المحرك بتاعي، فبالتالي اقلل سنه تمام التسريبات الداخليه اللي بتحصل، وبالتالي اقدر ان انا ارفع النومينال بريشر اللي انا شغال عليه. فمن ضمن التصميمات اللي موجوده اللي فيها عندك هنا سيرفيس اوف كونتاكت ما بين الحاجات اللي هي بتلف مع بعض اكبر، وبالتالي يحصل عمليه سيلينج اكتر، اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي الجي روتور موتور وكمان الجي رولر موتور. الاثنين دول هو عباره عن ايه؟ عباره زي ما انت عارف برضو تمام ترس خارجي موجود عندك هنا من بره انا بسميه الرينج، وبيبقى موجود في عندك هنا ترس داخلي اللي انا بسميه الستار. تمام، وما تنساش ان كل من الترس الداخلي والترس الخارجي اللي هم الرينج والستار الاثنين بيلفوا. تمام، الاثنين ايه يا فندم؟ الاثنين بيلفوا، ولكن زي ما حضرتك شايف كده عندك هنا مساحات التلامس اللي هي موجوده بين اسنان التروس زادت، وبالتالي حضرتك هنا اصبح ان انا اقدر اعمل عمليه سيلينج احسن بكتير جدا من اللي كانت موجوده في الترس ذو التعشيق الخارجي، وبالتالي اقدر ان انا اعلي النومينال بريشر بتاعي. وزي ما حضرتك شايف كده تمام
ادي الثيوري اوف اوبريشن عامله ازاي. الزيت المضغوط عندك هنا البريشرايز بيبتدي ان هو يخش من البورت دي، فبيخش يلاقي قدام منه حيز بيبتدي ان هو يملاه. تمام، وانس ان هو ملا هذا الحيز ويأثر تمام على المساحه السطحيه، ابتدت عندك هنا تحصل فورس زي ما حضرتك شايف. تمام، شايف عندك هنا الاسهم بتاعه الفورس اللي موجوده عندي في تمام بتبقى افكتيف فورس بتبتدي ان هي تعمل لي عمليه الدوران، وفي قوه ثانيه تمام مش مؤثره معايا في العزم ولكنها بتعمل لي تمام عمليه ايه راديال بريشر على الشافت تمام بتاع الترس الستار اللي موجود عندي هنا. فوانس ان انا اوريدي عملت الاكشن بتاعي، فبتبتدي عندك هنا السنه بقى بتاعه الستار تسيب عندك هنا ويبقى مفيش تلامس ما بينها وما بين الرينج، فبيحصل عندك هنا ان بنلاقي الفتحه بتاعه التي، فبيحصل عندك انهيار للبريشر ويبتدي الزيت ان هو يروح الى التانك واقدر ان انا اكمل السايكل بتاعتي. نفس الكلام برده في الجي رولر موتور. تمام، انا هنا عملت ايه برضو بدل ما انا خليت تمام في تلامس ما بين اسنان الستار واسنان الرنج، لا انا رحت جاي حضرتك عامل ايه يا فندم بقى، تمام انا خليت الرنج بتاعي من بره عباره عن رولرز، وبالتالي الهدف والوظيفه اللي انا عملت الموضوع ده علشان خاطرها ان انا اعلي تمام الايتا ميكانيكال واخلي عندك هنا مفيش فواقد ميكانيكيه كبيره بسبب الاحتكاك المباشر ما بين الاجزاء الميكانيكيه. طبعا حضرتك عارف ان الزيت موجود في النص بيعمل عمليه تزييت، ولكن تمام انا كمان خليت فيه فلكسبيليتي اكتر وخليت الرولرز دي تمام مقاومتها اقل بكتير جدا. فاذا هذا الديزاين اللي موجود على ايدك اليمين خلالي الايتا ميكانيكال بتاعتي تبقى اعلى واحسن بكتير جدا عن التصميم اللي هو بتاع الجي روتور وعن التصميم اللي هو بتاع الاكسترنال ايه يا فندم الاكسترنال ميشنج. تمام، طبعا حضرتك عارف ان نسبه نقل الحركه في التروس تمام هي عباره عن كام، يعني انت بتدي له عندك هنا باور فهو مثلا تقريبا بياخد منها كام، بياخد منها 2 3% 4% من الكتير قوي يهدرهم ويبتدي يخرج لك تمام من الناحيه الثانيه الباور اللي انت عايزها. فدي نقطه مهمه جدا ان التروس تمام عموما مش بتاكل الانرجي اللي انت بتديها لها، الايتا ميكانيكال بتاعتها بتبقى كبيره قوي. فانا كمان تمام بحاول ان انا اخلي الايتا ميكانيكال بتاعه الموتور الهيدروليكي بتاعتي تبقى اكبر بكتير جدا، وبالتالي عمره هيكون اطول بكتير جدا، وبالتالي بشغله وانساه تمام وما بحطش في دماغي خالص ان انا عندي في موتور هيدروليكي محتاج ان هو يتعمل له صيانه. فده تمام كان شرح كده للمواتير الهيدروليكيه الترسيه ثابته الازاحه ذات التعشيق الخارجي وذات التعشيق الداخلي. عرفت فكره العمل، عرفت تمام الضغوط بتاعتها اللي بتشتغل عليها قد ايه، عرفت هي ممكن تدي لك تمام عزم قد ايه، عرفت ممكن تدي لك سرعات قد ايه، وممكن حضرتك تشتريها بسيسيهات متوفره في السوق مختلفه جدا وهتشتغل معاك وهتبقى زي الفل. فانا برشح جدا في التطبيقات المباشره تمام اللي انت هتقدر تعمل عليها سبيد كنترول من خلال الفلو ريت انك تستعمل المواتير الهيدروليكيه الترسيه بانواعها المختلفه. خلينا بقى نتنقل لكاتيجوري اعلى، كاتيجوري اعلى في السرعه الدورانيه، وكمان اعلى في الماكسيمم تورك. ايه الكاتيجوري اللي احنا هنتكلم عليه ده؟ هو المحركات البستميه ثابته الازاحه، يعني الحجم الهندسي بتاعها ثابت برضه تمام، ولكن النوع الاولاني اللي موجود عندنا هو اكسيال بيستون موتورز. ليه اكسيال بقى يا فندم؟ لان حضرتك عند زاويه معينه بتكون السنتر لاين بتاعه البساتم الموجوده في الموتور بتاعك موازي للسنتر لاين بتاع عمود الاداره اللي انا بحمل عليه وبحط عليه العزم بتاعي اللي هو الفاينل درايف اكسل. تمام، عندنا نوعين مشهورين قوي، النوع الاولاني هو البنت اكسس او الموزه اللي ده الاسم اللي هو المشهور بيه في السوق تمام، والنوع الثاني هو السواش بليت تمام او الباليتا المتارجحه، يعني ده الترجمه الحرفيه ليها يعني تمام. طبعا احنا كنا شرحنا الكلام ده في الترومبات قبل كده، وعرفنا الترومبا البنت اكسس، وعرفنا كمان الترومبا السواش بليت واتكلمنا عليهم وشرحنا كل الفيتشرز بتاعتهم تمام. احنا بقى بنشرح الكلام ده ولكن في المواتير. طيب ممكن تقول لي ايه الفيتشرز اللي موجوده عندنا؟ الحقيقه تمام ان الفيتشرز بتاعتهم بتقول ان هم بيدوني جود تورك اند سبيد ريجوليشن تمام. الحاجه الثانيه ان انا عندي فيه جود انترنال سيلينج تمام. الحاجه الثالثه عندي هاي بريشر لودنج وهاي سبيدز. من الاخر كده تمام علشان خاطر يعني اقول لك المميزات الموجوده عندي، ان انا اقدر استعملهم في رينج سرعات اكبر بكتير جدا من المحركات الترسيه. اقدر كمان ان انا احط عليهم ضغوط اكبر، وبالتالي اقدر ان انا اخد عزوم اكبر من المحركات الترسيه. الحاجه الثالثه تمام ان الايتا فوليومتريك بتاعتهم احسن بكتير جدا، لان انا تمام اقدر امنع الانترنال ليكج بشكل كبير جدا جوه هذه المواتير. الحاجه الرابعه تمام علشان خاطر اوصل لرقم معين كتورك او رقم معين كسرعه بيكون الموضوع ده سهل، واقدر اعمل الكنترول بمنتهى البساطه واخد رقم بريسايز في الاخر. طيب لو انا جيت بصيت على التكنيكال داتا وايه اللي موجود في السوق، الحقيقه عندك هنا الديسبيسمنت بقى اللي احنا بنتكلم عليها في رينجات عندك هنا بتتراوح من 5 الى 1000 سنتيمتر مكعب لكل لفه. النومينال بريشر اللي احنا بنشتغل عليه اب تو 450 بار، ده رقم كويس جدا. السبيد رينج اللي احنا بنتكلم فيه ماكسيمم عندنا 10000 ار بي ام، والعزم ماكسيمم اخد 5570 نيوتن متر. طبعا دي ارقام اكبر بكتير جدا من اللي كانت موجوده في المحركات الترسيه بانواعها المختلفه، وبالتالي حضرتك كده انت عرفت احنا بنستعمل المحركات البستميه دي في التطبيقات الاكبر اكيد اللي انا محتاج فيها سرعات اعلى وكمان محتاج فيها عزوم قويه. طيب تعال نشوف كده التركيب الداخلي لمثلا النوع الاولاني اللي هو البنت اكسس موتور تمام كده، او في روايه اخرى اللي هو الموتور الموزه.
بمنتهى البساطه عندنا ايه؟ عندنا هنا رقم واحد في اللي هو الدرايف شافت، وزي ما حضرتك شايف كده الدرايف شافت ده بيبقى محطوط عليه مراود علشان خاطر حضرتك تقدر تحط الاحمال اللي انت عايزها. كمان هذا الدرايف شافت زي ما انت شايف كده بيبقى محطوط فيه بيرنج، والبيرنج دي علشان خاطر تسمح للحركه الدورانيه بتاعه الدرايف شافت. فبيبقى عندك هنا الانر ريس للبليه اللي موجوده عندي بتتحرك حركه دورانيه مع الدرايف شافت بتاعي، بينما الاوتر ريس للبليه بتاعتي تمام بتبقى مثبته في الهاوزنج او الكيسنج بتاع الهيدروليك موتور. كمان البليه ده بيبقى مهم جدا علشان خاطر ده بيقدر ان هو يشيل معاك الاحمال الاكسيال والاحمال الراديال. تمام. طبعا هذا الشافت من الناحيه الثانيه بيكون زي ما انت شايف كده فيه فلانجه، وهذه الفلانجه بتبقى مثبته عندك هنا مع بول جوينت. البول جوينت دي بتبقى واصله مع المكون رقم 3 اللي هي البيستونز اللي موجوده عندنا. وخلي بالك ان البيستونز دي تمام بيبقى راكب عليها ايه؟ راكب عليها شنابر. تمام كده انا بشرح لك التركيب الداخلي اللي هتلاقيه جوه في الموتور بتاعك لما تحله ان شاء الله باذن الرحمن يعني. تمام. عندنا ايه كمان يا فندم؟ عندنا من قدام في كفر، الكفر ده بيبقى راكب بسناب رينج، وكمان بتلاقي في الكفر ده في دايناميك سيل تمام بتبقى محطوطه علشان خاطر انت عندك عنصر متحرك اللي هو الدرايف شافت، وعندك عنصر ثابت اللي هو الكفر، فلازم يبقى في عندك هنا دايناميك سيل يقطع على هذا العنصر المتحرك. كمان بيبقى في عندك هنا سيل تاني، هذا السيل ستاتيك عادي او اورينج بيبقى محطوط علشان خاطر الكفر ده تمام يقفل على الهاوزنج. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الاكس، عرفنا الكفر، عرفنا البساتم اللي موجوده عندك. هذه البساتم زي ما قلت لك متوصله عندك بالفلانجه اللي هي موجوده في اخر الدرايف شافت، والبساتم دي بتبقى محطوطه ومرصوصه جوه حاجه اسمها السلندر بلوك. السلندر بلوك ده زي ما حضرتك شايف اللي هو رقم 4. تمام. فالسلندر بلوك ده بيبقى محطوط في اماكن مثلا والله ل7 بساتم او ل9 بساتم. وعايز اقول لحضرتك تمام ان السلندر بلوك ده بيلف هو كمان تمام مع البساتم. فالبساتم بيبقى ليها حركه تردديه تمام خطيه، وكمان بيبقى ليها حركه دورانيه حوالين السنتر لاين بتاع السلندر بلوك. كمان السلندر بلوك هو كمان بيبتدي ان هو يلف. طيب هذا السلندر بلوك اللي بيلف بيبتدي ان هو يتزحلق تمام على حاجه زي ما حضرتك شايف كده اللي هي رقم 5. رقم 5 دي اللي انا بقول عليها الكنترول بليت. الكنترول بليت دي تمام زي ما حضرتك شايف كده بيبقى فيها فتحات توجيه الزيت اللي داخل المضغوط والزيت اللي هيروح عندك هنا الى التانك. فالكنترول بليت دي بتبقى عندك هنا ثابته، ولو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان هنا في زومبا علشان خاطر تثبت الكنترول بليت دي في رقم 6 اللي هي البورت بليت اللي هي فيها الفتحات بتاعه الداخل والخارج زي ما حضرتك شايف. ادي عندك هنا بورت اي دي مثلا هنفترض ان هي فتحه الداخل، بينما عندك هنا بورت بي دي هي الفتحه بتاعه الخارج. فرقم 6 دي عندك هنا اللي هي البورت بليت، بينما رقم 5 دي الكنترول بليت دي عندك هنا اللي فيها الاورفسز اللي بتعمل دايركشن للزيت على الفتحات اللي موجوده في السلندر بلوك، بحيث عند حضرتك هنا الزيت يبتدي ان هو يخش فيعمل ايه؟ يعمل بيلد اب للبريشر في الحته دي، فيزق عندك هنا البيستم، عايز يزق البيستم لقدام. طيب هذه الزقه ملهاش مفر، ليه؟ لان كل الحاجات دي تمام حاكمه في مكانها، تمام حاكمه تمام وثابته في مكانها. طيب وبعدين الدفع ده بقى بيجبر تمام الفلانجه اللي موجوده عندك هنا دي ان هي تمام تلف وتاخد حركه دورانيه. فعندك هنا الثرست فورس اللي موجوده في الحته دي بتيجي عندك عند البول جوينت هنا وبتتحول الى ان هي تبقى ايه؟ بتتحول الى ان هي تبقى سلايدنج تمام فورس او جلايدنج زي ما انت عايز تقول، جلايدنج فورس او سلايدنج فورس، بتخلي تمام حضرتك ايه؟ حضرتك هذه الفلانجه اللي موجوده عندك تبتدي ان هي تلف وتبتدي ان هي تدور وتتحرك. وكرد فعل عكسي بتلاقي عندك هنا ان البيستم اللي موجود في الناحيه الثانيه بيبتدي ان هو يطرد الزيت جواه. ليه يا فندم؟ لان وانس انا حضرتك هنا بفعل الزاويه اللي موجوده ده اوريدي تمام عمل عندك هنا مشوار الاكستنشن، فهتلاقي البيستم اللي قصاد منه الناحيه الثانيه بيعمل مشوار ريتراكشن، وده تبعا للجيومتري تمام وللتصميم الهندسي اللي موجود عندك في البنت اكسس موتور. تمام كده. فاذا انت كده عرفت ان البلوكه دي بتلف، عرفت ان البساتم دي ليها حركه تردديه خطيه، تمام. كمان عرفت ان البيستم ده ساعات بيبقى راكب عليه شامبر علشان خاطر ازود الانترنال سيلينج اللي موجود جوه، علشان خاطر ما يهربش عندك هنا زيت كتير قوي في المساحات الخضراء اللي حضرتك شايفها دي، والاقي ان حضرتك هنا الدرين بورت اللي موجوده عندي دي بيطلع منها كميه زيت كبيره. لا، كل ما عندك هنا الدرين بورت دي كان بيطلع منها كميه زيت اقل، كل ما كان الانترنال سيلينج بتاع الموتور بتاعي كويس جدا، وكمان كل ما كان الايتا فودومتريك بتاعته كويسه جدا. يبقى اذا وعلى طول عكس الفكره تمام بتاعه الترومبا البنت اكسس. هناك تمام انا كنت بعمل ايه؟ كان بيبقى عندي هنا البيستون اللي هو بيعمل مشوار الاكستنشن ده بفعل الجيومتري كان بيشفط تمام، والبيستون اللي بيعمل ريتراكشن ده كان بيضغط. هنا العكس، الزيت المضغوط بيخش فهو اللي بيجبر لي تمام البيستم ان هو يعمل مشوار الاكستنشن تمام، بينما الجيومتري هنا بتجبر لي البيستم اللي قصاد منه الناحيه الثانيه تمام يعمل تمام عمليه الريتراكشن ويبتدي ان هو يطرد الزيت ويوديه الى التانك. وان بتوين بقى انت عندك هنا تمام زي ما قلت لك 7 بساتم او 9 بساتم
في حاجات ان بتوين بتبقى لسه مثلا في بدايه مشوار الاكستنشن، وحاجات بتبقى لسه في بدايه مشوار تمام الريتراكشن، وحاجات في نهايه مشوار الاكستنشن، وحاجات في نهايه مشوار الريتراكشن. فاذا تمام انت بيبقى عندك الموضوع كله سيكونس، والموضوع كله ماشي بتتالي. تمام كده. طبعا زي ما حضرتك شايف كده دي مسامير تثبيت البورت بليت في الهاوزنج. كمان ما تنساش ان ساعات بيبقى حاطط عندك هنا حساس سرعه علشان خاطر يبتدي ان هو يقرا التردد تمام بتاع دوران هذه الفلانجه، ويعرف المحرك بتاعك ده بيلف بار بي ام عامل ازاي. خليني بقى اكلمك على النوع الثاني من مواتير الاكسيال بيستون، هي مواتير السواش بليت موتورز. والحقيقه ان في هذا النوع لو كان هو فيكس ديسبيسمنت فهي مش هتبقى باليتا متارجحه قوي، يعني حضرتك عارف الترجمه الحرفيه للسواش بليت اللي هي الباليتا المتارجحه. يعني انا في هذه الحاله فهتكون واخده زاويه ثابته، لان ده موتور ثابت الازاحه ذو حجم هندسي ثابت. طيب ايه اللي اوت او التركيب الداخلي لهذا الموتور؟ رقم واحد بيكون في عندك الدرايف شافت اللي انا باخد منه الطاقه الميكانيكيه في الاخر. هذا الدرايف شافت بيبقى عندك هنا محمل على 2 بليه قدام وبليه ورا، علشان خاطر تستحمل معايا الاكسيال فورسز وكمان الراديال فورسز اللي ممكن تؤثر على هذا الدرايف شافت. حاجه كمان بعد كده، الشافت ده زي ما انت عارف بيتحرك. ورقم 3 عندك هنا في الهاوزنج، فعندك حاجه متحركه وحاجه ثابته عايز اقطع ما بينهم، فبيبقاش في تسريب زيت. بستخدم عندك هنا حاجه اسمها الدايناميك سيل، ببتدي ان انا اركبها علشان خاطر تمام ما يحصلش عمليه التسريب ما بين الهاوزنج وما بين عندك هنا الشافت بتاعي اللي عمال بيلف. زي ما قلنا رقم 3 ده الهاوزنج. رقم 4 تمام دي السواش بليت بتاعتي او بقول عليها السلايدنج ديسك، ودي حضرتك تمام اللي بتبتدي تتزحلق عليها السليبر بادز تمام بتاعه البساتم بتاعتي. فدي نقطه مهمه جدا، لازم تبقى عارف ان السلايدنج ديسك هنا واخده زاويه ثابته. الحاجه الثانيه ان هي كمان بتبقى ثابته مش بتلف، وبتبتدي عندك هنا الكوستبانات بالبلدي كده بتاعه البساتم بتبتدي ان هي تتزحلق وتلف عليها. تمام. رقم 5 تمام زي ما حضرتك شايف دي كده البساتم. تمام. رقم 6 موجود عندنا هنا في السلندر بلوك، والسلندر بلوك دي بتبتدي ان هي تلف، خلي بالك. فاذا هي بتبقى عندك هنا واخده حركه دورانيه حوالين المحور بتاعها. كمان البساتم ما تنساش ان ليها حركتين، حركه تردديه خطيه والحركه الثانيه حركه دورانيه. تمام. رقم 7 في عندك هنا الكنترول بليت، والكنترول بليت دي ثابته. تمام كده. البلوكه بتبتدي ان هي تلف وتتزحلق عليها. ما تنساش ان الكنترول بليتس دي تمام بيبقى فيها الاورفسز او الفتحات اللي بتوجه الزيت من فتحات الدخول والخروج اللي هي موجوده عندك في البورت بليت، علشان خاطر تتوجه ناحيه تمام الفتحات الموجوده في البلوكه، علشان خاطر تقدر البساتم دي ان هي تعمل لك الاكشن اللي انت عايزه، وتحول لك الحركه التردديه الخطيه الى حركه يا فندم الى حركه دورانيه. تمام. رقم 8 تمام زي ما قلت لك ان دي ريتينر بليت، ده حضرتك كده بمنتهى البساطه اللي هو يعني بقول عليه الكوست بان. تمام. اللي بيبقى راكب في اخر البول جوينت بتاع البيستم، علشان خاطر يقدر ان هو يتزحلق تمام على مين يا فندم؟ على هذه السلايدنج ديسك. رقم 9 بقى دي نقطه مهمه جدا حضرتك. تمام. دي ريتينر بول، ودي حضرتك هنا مكان تمام اللي البلوكه بتبتدي ان هي تركز على السواش بليت. ده حضرتك كده المكان اللي البلوكه دي بتبتدي تركز فيه على السواش بليت، وايضا هنا بيكون في حركه سلايدنج تمام ما بين هذا الجزء الثابت وبين هذا الجزء المتحرك. طيب حضرتك ازاي بقى انا هنقل باور؟ بمنتهى البساطه شايف كده هذا الجزء الدوتد، حضرتك البلوكه بتبقى معشقه عندك هنا مع الدرايف شافت، وبالتالي وانس عندك هنا هذه البلوكه لفت فهتبتدي ان هي تلفف هذا الدرايف شافت، وبالتالي اقدر ان انا اخد الباور بتاعتي. اذا بمنتهى البساطه انت عندك هنا الزيت المضغوط بيخش، بيبتدي ان هو يعدي من الكنترول بليت، اوجهه مظبوط على الفتحه بتاعه البيستون، ببتدي ان انا ابني اعمل بيلد اب للبريشر، وبالتالي ببتدي ان انا ازق عندك هنا هذا البيستم الى قدام، وبالتالي اصبح في عندك هنا اكسيال فورس. هذه الاكسيال فورس تمام بتلاقي في الاخر عندك هنا البول جوينت، وبيبقى في عندك هنا هذه الروتينر بليت اللي بتحافظ عندك هنا على الكوستبانات موجوده في مكانها. فالكوستبانات بفعل هذه الزاويه اللي موجوده عندك تقدر حضرتك انك تعمل فورس اناليسيز، وبالتالي اخد مركبه قوه تخلي لي هذا البيستم يبتدي ان هو يتزحلق تمام على السلايدنج ديسك اللي موجوده عندك دي اللي هي رقم 4، وبالتالي اكشن الزحلقه ده تمام بيبتدي ان هو ياخد البلوكه معاه ويبتدي ان هو يلففها. فونس حضرتك البلوكه عندك هنا لفت، فبيبقى عندك الدرايف اكسل تمام هو كمان بيلف، وبالتالي اقدر ان انا اخد السرعه الدورانيه واخد العزم اللي انا عايزه. تمام كده يبقى فهمنا الشغله كلها ماشيه ازاي. انا حولت عندك هنا هذه الاكسيال فورس عن طريق الفورس اناليسيز اللي موجوده عندك الى قوه تقدر ان هي تعمل لي عمليه تزحلق وعمليه سلايدنج تمام للبيستون بتاعي. فالبيستون بتاعي لما هيتزحلق بفعل الزاويه اللي موجوده عندي تمام هيبتدي نتيجه الفورس اناليسيز اللي حصلت بيبتدي عندك هنا تمام. طبعا اكيد في تهدير تمام للطاقه، لان اكيد طبعا جزء من الاكسيال فورس تمام بيبتدي ان هو ايه يصدر عندك في السلايدنج ديسك ده اكيد تمام. اكيد ان بيبقى في عندك جزء تهدير للطاقه، ولكن الزاويه اللي موجوده عندك هنا دي بتخلي المركبه الاكبر حضرتك تاخدها في ناحيه ايه؟ تاخدها في ناحيه السلايدنج وفي ناحيه الانزلاق، وبالتالي حضرتك تقدر ان انت تلفف البلوك تمام. وبعد ما حضرتك لففت البلوك تمام
بتقدر بعد كده هذه البلوك ان هي تلف في الدرايف اكسل وتاخد السرعه الدورانيه والعزم اللي انت عايزه. تمام كده. ما تنساش حضرتك ان البورت بليت دي بيبقى فيها الفتحات بتاعه الدخول والخروج. ما تنساش ان في زومبا علشان خاطر تثبت لك الكنترول بليت، وكمان ما تنساش ان بيبقى في اورنج علشان خاطر تقفل البورت بليت دي على الهاوزنج وما يحصلش عندك هنا اي تسريب. وبالتالي كده حضرتك عرفت التركيب الداخلي للسواش بليت موتور. السواش بليت بتبقى واخده زاويه ثابته، السواش بليت هي كمان بتبقى ثابته، الكوستبانات بتتزحلق عليها، تمام، والبساتم ليها حركه تردديه خطيه، البساتم ليها حركه دورانيه، البلوك ليه حركه دورانيه، البلوك معشق مع الدرايف اكسل. تمام كده. احنا شرحنا التركيب الداخلي للسواش بليت موتور. عندنا بقى نوع كمان من المواتير ثابته الازاحه اللي هي الراديال بيستون موتورز، ومن اسمها بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله ان دي مواتير بستميه برضو، ولكنها البساتم اللي فيها بساتم قطريه، اي ان محور السنتر لاين بتاع البساتم اللي موجود عندك هيكون عمودي، هيكون راديال على السنتر لاين بتاع عكس الموتور اللي موجود عندي. وهشرح لك الكلام ده ان شاء الله باذن الرحمن بالتفصيل لما نشرح التركيب الداخلي بتاع هذا الراديال بيستون موتور. طيب الراديال بيستون موتور ده تمام، الميزه بتاعته ايه او انا بستعمله ليه؟ الحقيقه انا بستعمله تمام لما اكون محتاج سرعه دورانيه بطيئه، فهي مواتير بطيئه ولكنها بتديني عزوم كبيره. الكلام ده انا بلاقيه مثلا في الرود كونستراكشن ماشينز اللي هي الالات اللي انا بستخدمها علشان خاطر عمليه انشاء الطرق والرصف والكلام ده، بلاقيها مثلا في خلاطات بتاعه الخرسانه، بلاقيها تمام في الليفت تراكس الاوناش بتاعه الرفع والتصميم والكلام ده كله. تمام، فاذا هي ليها استخدامات كتيره قوي، بس دايما تبقى حاطط في دماغك ان هو موتور بطيء وباخد منه عزم كبير. تمام. طيب ايه هي التكنيكال داتا بتاعه الموتور ده؟ الحقيقه ان الديسبيسمنت بتاعته اللي ممكن حضرتك تلاقيها في السوق من 160 لحد 3000 سنتيمتر مكعب لكل لفه. الماكسيمم سبيد بتاعته من 115 لحد 875 ار بي ام، وزي ما انت شايف كده رينج السرعات اللي احنا بنتكلم فيه هو رينج صغير جدا، وبالتالي الموتور اللي عندك ده هو موتور بطيء. تمام. النومينال بريشر لحد اب تو 400 بار، وده رقم ممتاز. انما عندك هنا الماكسيمم تورك بنتكلم فيه 19100 نيوتن متر، فده تمام رقم حلو قوي ان انا اخده كعزم. صحيح اخدت سرعه بطيئه ولكن اخدت منه عزم ممتاز، فاذا اقدر ان انا احط عليه متقلات. الشكل اللي قدام منك ده تمام هي عباره عن موديلات مختلفه من المواتير الراديال، بتختلف فيها الفلانجات بتاعه التثبيت. تمام، حضرتك الفلانجه بتاعه التثبيت اللي انت هتحط عليها الحمل. تمام، زي ما انت شايف بص الفلانجه دي تمام غير مثلا الفلانجه دي، ده حضرتك هنا درايف اكسل عليه مراود، ده تمام مثلا والله برضه فلانجه مختلفه، ده حضرتك عندك هنا درايف اكسل ولكن بكي، ده برضه درايف اكسل بكي، ده درايف اكسل عليه مراود، ده هاب، ده ما اعرفش ايه. اذا انت عندك هنا في اشكال مختلفه تقدر حضرتك تلاقيها عندك في السوق على حسب حضرتك اللود اللي انت عايز تحطه على الموتور الموجود عندك. كمان زي ما حضرتك شايف كده انت عندك ساعات مختلفه وسيسيهات مختلفه من هذه المواتير الهيدروليكيه، تقدر ان حضرتك تختار منها علشان خاطر تحطها في التطبيق بتاعتك. طيب من جوه بقى ايه اللي موجود في الراديال موتور ده؟ تعالى كده نشوف واحده واحده ايه التطبيق، ايه التكوين الداخلي للموتور بتاعنا واللي اوت بتاعنا عامل ازاي. رقم واحد الموجود عندك ده بيكون هو الدرايف اكسل او عمود الخرج اللي انا باخد من عليه السرعه البطيئه والعزم الكبير، وزي ما حضرتك شايف كده بيبقى ساعات راكب عليه فلانجه او زي ما قلت لك عليه مراود او عليه تمام كي اللي هو خابور يعني واكرافيت. تمام، فبيبقى عندك هنا ليه اشكال مختلفه. تمام كده، يبقى اذا ده عندك هنا عمود الخرج. رقم 2 تمام ده هو الهاوزنج بتاع رومبيلات. تمام، رقم 2 ده هو الهاوزنج بتاع رومبيلات او بتاع البول بيرنجز اللي بتبقى موجوده عندك وشايله العمود بتاع الخرج اللي احنا اتكلمنا عليه ده. تمام، رقم 3 ده هو الهاوزنج بتاع الكامه، وده مهمه جدا والكامه دي مهمه جدا. تمام، رقم 4 هي دي حضرتك المكابس. رقم 4 المكابس اللي موجوده عندنا جوه، وزي ما حضرتك شايف كده هتلاقي ان السنتر لاين بتاع المكبس عمودي على السنتر لاين بتاع الدرايف اكسل. تمام كده. رقم 5 دي البلوكه اللي هي بتحوي هذه البساتم. رقم 6 عندك هنا دي الكامه، ودي اللي بتديني الرياكشن واللي بتديني رد الفعل اللي انا بستعمله في عمليه الدوران، وده مهم جدا. رقم 8 بقى تمام اللي انا هشاور عليه ده دي مهمه جدا، ده موزع الزيت. تمام، ده موزع الزيت. موزع الزيت ده جزء فيكسد عادي، جزء ثابت، ولكن موزع الزيت ده خطير قوي. تمام، لان هو اللي بيبقى فيه الفتحات بتاعه التوجيه اللي بتاخد عندك هنا الزيت المضغوط اللي جاي لي وتبتدي تبعته عندك على الفتحات الموجوده في البلوكه اللي عماله بتلف، وبالتالي اضمن عمليه الدوران. فاذا موزع الزيت ده مهم جدا. موزع الزيت ده جزء ثابت. تمام، زي ما حضرتك شايف كده في خابور تمام ماسك موزع الزيت مثبته عندك هنا في الهاوزنج بتاع الكابه. تمام،
رقم 9 دي حضرتك هي رومبيلات بتاعه عمود الخارج، وزي ما حضرتك شايف كده الرومبيلات دي محمله وعافيه لان هي حضرتك تمام بتتحمل عزوم كبيره. رقم 10 دي زي ما انت شايف كده مانع تسريب دايناميك سيل، تمام، مانع تسريب مهم جدا دايناميك سيل علشان خاطر تمام هو موجود ما بين جزء متحرك اللي هو الدرايف اكسل وبين جزء ثابت اللي هو الهاوزنج بتاع الكمات. رقم 11 الموجود عندك ده سيل كسح او سيل تراب. رقم 12 هنا ده هو هاوزنج الفرمله وبيكون جواه في الديسكات بتاعه الفرمله، فدي نقطه مهمه جدا. حضرتك تمام الموتور بتاعك وهو في حاله السكون تمام بيبقى ابلايد عليه فرامل علشان خاطر تمام تمنع دوران الاحمال الثقيله اللي موجود عليه، وبالتالي تمام الفرامل دي بتبقى ماسكه ايه يا فندم؟ ماسكه عندك هنا الدرايف اكسل اللي موجود عندك بمين؟ بالهاوزنج عندك هنا بتاع الفرمله اللي هو اوريدي بيبقى فيكسد ومثبت مع ريجيد بادي او جسم ثابت، تمام. وبالتالي انت عندك هنا مثبت هاوزنج الفرامل، فاذا انت مثبت عندك هنا جزء من الكلاتشات اللي موجوده عندك هنا تمام بتاعه الفرمله، وبالتالي تمام انت حضرتك هنا لو حاصل فيه اللي بيبقى موجود عندك هنا سوسته بتبتدي تضغط تمام الكلاتشات المثبته عندك مع الهاوزنج بتاع الفرمله، كمان تمام مع مين يا فندم؟ مع الكلاتشات المثبته على الدرايف اكسل، وبالتالي كله ثابت في بعضه، فبالتالي انا في حاله الاستدي ستيت تمام انا اوريدي مفرمل الموتور بتاعي، تمام. رقم دي ده تمام، الدي ده هي فتحات تمام التوجيه داخل الموزع اللي بتودي لي عندك هنا الزيت بتاعي، يا اما الزيت المضغوط اوديه عندك هنا الى داخل البلوكه تمام، او اخد الزيت اللي طالع الاكزوستد من خارج البلوكه واوديه تمام الى التانك. الاي والبي اللي موجودين عندي هنا دول فتحات والله الداخل والخارج، فتحه زيت مضغوط الى داخل الموتور وفتحه تمام الزيت الاكزوستد اللي هو رايح الى التانك. دي كده تمام المكونات الموجوده عندي هنا. طيب الفكره ايه بمنتهى البساطه؟ الفكره بمنتهى البساطه ان انت عندك هنا في كامه زي ما حضرتك شايف كده اللي انا بشاور عليها رقم 6 دي، هذه الكامه فيكسد عندك هنا مع الهاوزنج بتاعها، تمام. والكامه دي بيبقى جواها عندك هنا بلوكه، هذه البلوكه فيها والله عدد من البساتم زي ما حضرتك شايف كده، عدد البساتم الموجود عندك هنا هو عدد زوجي، تمام. ادي عندك هنا 2 4 6 8 عدد زوجي زي ما حضرتك شايف. كمان حضرتك تمام هذا البيستم اللي موجود عندي بيكون في اخر والله في كوره، هذه الكوره تمام بيبقى تحتها زي ما حضرتك شايف كده تمام راس المكبس اللي موجود عندي. راس المكبس ده بيبقى بايت عندك في البلوكه، ومن تحت بيكون في عندك هنا فتحه لاتصال الزيت، تمام، سواء كان هذا الزيت زيت مضغوط فهيبتدي يعمل لي المشوار بتاع الاكستنشن للمكبس اللي موجود عندي، تمام، او الزيت هيخرج منه فبالتالي تمام هيعمل لي عمليه الريتراكشن للمكبس اللي موجود عندي، تمام. زي ما حضرتك شايف كده هذه البلوكه ليها مراود داخليه متصله عندك هنا مع المراود الخارجيه بتاعه الدرايف اكسل، زي ما حضرتك شايف اهو مراود داخليه ومراود خارجيه متصله عندك هنا مع الدرايف اكسل، وبالتالي وانس انا حضرتك هذه البلوكه لفت تمام يبقى اذا ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الدرايف اكسل هو كمان هيلف. يبقى اذا الباور ترانسميتد ازاي؟ اقول انا حضرتك بمنتهى البساطه انت عندك هنا البورت اي، البورت اي ده تمام ابتدى ان هو يدخل منه الزيت المضغوط، الزيت المضغوط دخل عندك هنا من الهاوزنج تمام بتاع اللي هو موجود فيه الكامه، تمام كده. رقم 3 الهاوزنج اللي موجود فيه الكامه، دخل عندك هنا الزيت المضغوط من بورت اي، بعد كده راح جاي داخل عندك هنا من احد تمام البورتس دي اللي هي دي البورتس اللي هي اصلا موجوده عندك فين يا فندم؟ هذه البورتس اللي هي اصلا موجوده عندك في موزع الزيت، تمام. موزع الزيت ده بيعمل عمليه السينكرونايزيشن، بيعمل عمليه التزامن، تمام. امتى هبعت تمام الزيت للبورت الفلانيه وامتى هاخد الزيت تمام من البورت الفلانيه، امتى تمام هبقى انا الاورفيس والله اللي قصاد مني ده فولي اوبن او تمام توتالي كلوز، امتى هيكون عندك هنا الاورفيس ده 10% 20% 30%، فالكلام ده تمام معمول بجيومتريك انجينيرنج مظبوطه جدا جدا، تمام كده. الزيت عندك هنا دخل من الهاوزنج عدى عندك هنا على موزع الزيت، لا قدام منه تمام الفتحه اللي انا بكلم حضرتك عليها اللي هي موجوده في البلوكه اللي عندك هنا تمام بيبقى فوقيها المكبس بتاعي. وصل عندك هنا والله تمام الزيت تمام ابتدى ان هو يبقى موجود فيه تحت البيستون، تمام. فهيزق عندك هنا البيستون لقدام، فوانس ان هو حضرتك زق هذا تمام المكبس لقدام، ايه اللي هيحصل؟ تعالى بص عندك هنا على الحاله دي، على الكيس دي، تمام. هتلاقي عندك هنا الزيت ابتدى ان هو يخش، فبيبتدي حضرتك ان هو يعمل ايه؟ تمام، يزق عندك هنا تمام هذا المكبس لفوق. طيب وبعدين المكبس ده لو تلاحظ حضرتك في اخره تمام في ايه يا فندم؟ في كام فولور؟ في كوره، الكوره اللي موجوده عندك هنا دي، الكوره اللي موجوده عندك هنا دي، فمش هتلاقي مفر للاكسيال فورس اللي هي جايه لها من تحت دي الا ان انت تعمل فورس اناليسيس. فالفورس اناليسيس دي هتخلي ان موجود في عندك هنا سلايدنج فورس تخلي الكوره اللي موجوده عندك هنا دي تبتدي ان هي تتدحرج وتتزحلق عندك هنا على الكاميرا. يبقى انا هنا اوريدي عملت ايه؟ اخدت والله هذه القوه اللي جايه لي عندك هنا من تحت، وكانت هذه القوه هي قوه اكسيال، تمام، حولتها عندك هنا الى قوه انزلاقيه، وبالتالي الكوره اللي موجوده عندك هنا دي هتبتدي تتزحلق على الكاميرا، وبالتالي انا حولت هذه القوه اللي هي تمام واخده شكل
عمودي على المكبس الى قوه، تمام، ابتدت ان هي تاخد شكل ماله يا فندم بقى، شكل تانجنشال على المكبس بتاعي. فحولت عندك هنا الطاقه من صوره الى صوره اخرى، او حولت القوه من اتجاه الى اتجاه اخر. صحيح عندي فواقد في الاحتكاك اللي هي الايتا الميكانيكال، ولكني في الاخر برضو تمام قدرت ان انا اخد الحركه الدورانيه. فونس حضرتك هذه الكوره اتزحلقت عندك هنا على الكامه، ابتدى عندك هنا البيستم ياخد البلوكه كلها على بعض، تمام، ويبتدي ان هو يلف بيها. طيب الاكشن ده تمام بيحصل عندك هنا مثلا زي ما حضرتك شايف هنا، تمام، بيحصل، وهنا برضو بيحصل، تمام. يعني هنا مثلا الزيت بيبتدي ان هو يدفع، تمام، البيستم اللي موجود عندك هنا ده، فيبتدي ان هو يتزحلق على الكيرفيتشر اللي موجود عندك هنا في الكامه، تمام. نفس الكلام عندك هنا برضو، تمام، الزيت اللي موجود عندك في البيستم ده هيبتدي ان هو يدفع، تمام، الكره ان هي تتزحلق على الكامه. فبيكون في عندك هنا بساتم بتبتدي ان هي تعمل لي الاكشن والدوران بتاع الحركه. بيكون في عندك هنا بساتم ثانيه بقى العكس. ليه؟ بتكون عندك هنا الفتحه اللي موجوده تحت هنا اكسبوزد للتانك، مفيش تمام تحت منها ضغط، وبالتالي الجزء عندك هنا اللي عالي من الكامه هيبتدي ان هو يضغط على البيستم ده بحيث ان هو يدفع الزيت اللي تحتيه، تمام، اللي هو اوريدي عمل مشوار قبل كده، فيبعته الى التانك، وتفضل عندك هنا السايكل شغاله. واللي بيخلي لي عمليه السينكرونايزيشن دي تمام شغاله بشكل كويس جدا هو تمام الموزع بتاع الزيت اللي بيوجه عندك هنا الزيت اللي جاي لي، تمام، من البورتات A و B، تمام، الى تمام الفتحات اللي موجوده عندك هنا من البلوكه علشان خاطر تحصل المشاوير بتاعه الاكستنشن والريتراكشن، وتحصل عندك هنا بتزامن بحيث ان انا اخد حركه دورانيه منتظمه، تمام كده. فدي نقطه مهمه جدا، ازاي الموتور ده عندك هنا شغال والدنيا ماشيه فيه ازاي. طبعا زي ما حضرتك شايف كده، حضرتك شايف ان في بورت هنا بيقدر يخش منها الزيت ده بمنتهى البساطه. لما الزيت يجي لك من البورت دي ده علشان خاطر يفك الفرمله والموتور بتاعك يقدر ان هو يشتغل، وبالتالي بيبقى فيها مثلا والله عندك هنا سولونويد، وانس حضرتك عايز تعمل حركه، تمام، فبيكون في سولونويد لفك الفرمله وسولونويد تاني علشان خاطر حضرتك تقدر تاخد منه، تمام، الدايركشن بتاع الدوران للموتور بتاعك. فوصل حضرتك هنا عندك الزيت بيخش ده بياكت قصاد سوسته، فبالتالي تمام السوسته تمام بتبتدي ان هي تبعد السوسته دي تنضغط، فتبعد عندك هنا الكلاتشات عن بعضها وتتحرر. فالكلاتشات اللي هي ماسكه في الدرايف اكسل تتحرر عن الكلاتشات اللي ماسكه في الهاوزنج اللي هو اوريدي متثبت فيه جسم ثابت. فانا في الاخر تمام اقدر ان انا احرك عندك الدرايف اكسل بتاعي من غير ما يكون فيه اي مشكله خالص، تمام. يبقى اذا ده كده بمنتهى البساطه فكره العمل بتاعه مين يا فندم؟ بتاعه الموتور الراديال. طيب والله خصائص الموتور القطري ده ايه الخصائص اللي موجوده عندك هنا فيه؟ رقم واحد، تمام، ان انا زي ما قلت لك ان هو هيدروليك موتور ويز راديال ارينجد بيستونز، يعني عندك هنا البساتم اللي موجوده هتكون حضرتك ايه المحور بتاعها هو عمودي على المحور بتاع الدرايف اكسل. رقم اثنين هو لو سبيد موتور ويز هاي تورك، موتور سرعاته قليله ولكنه بيديني عزوم كبيره جدا. رقم ثلاثه، تمام، اوبريت اكوردنج تو مالتي ستروك برنسبل، يعني حضرتك تمام زي ما قلت لك ان في بساتم بتبقى بتعمل عندك هنا المشوار بتاع الاكستنشن فاخد منها تمام الباور، وفي عندك هنا بساتم بتعمل المشوار بتاع الريتراكشن بتبتدي ان هي بتفضي تبعا للجيومتريك تمام بتاع الكامه اللي موجوده عندي من بره. الاوتبوت تورك دايركتلي اون الدرايف شافت، العزم على طول تمام انا بلاقيه في الدرايف شافت بتاعي، تمام. وبقول والله ان هذا الموتور اقدر ان انا استعمله عندك هنا في الاوبن سيركت والكلوزد سيركت. الاوبن سيركت دي اللي هيبقى موجود فيها تانك ابعت عليه واخد منه، بينما الكلوز سيركت تمام زي ما قلت لك ان خارج الترومبه هو انبوت الموتور وخارج الموتور هو انبوت الترومبه. انا كده خلصت لك تمام الراديال بيستون موتورز. دلوقتي بقى هنتكلم عن مواتير الهيدروليك اللي هي ذات الفاريبل ديسبيسمنت، وبالتالي تمام بيبقى في عندي هنا فاريبل سبيد، تمام. طيب الحقيقه ان احنا عندنا في نوعين كنا اتكلمنا عليهم في الفيكسد ديسبيسمنت، اللي هو النوع البينت اكسس والنوع بتاع السواش بليت، تمام. دول كان منهم فيكسد ديسبيسمنت، وكمان عندنا يا فندم في منهم انواع فاريبل ديسبيسمنت، وبالتالي اقدر ان انا اخد منهم فاريبل سبيد. طبعا استخدامات عندك هنا كتيره جدا، ومن اهم الاستخدامات اللي انا بلاقي فيها المواتير اللي هي الفاريبل ديسبيسمنت دي هي تمام الهيدروستاتيك ترانسميشن، تمام. الهيدروستاتيك ترانسميشن تمام دي من الاستخدامات الكتيره قوي للفاريبل سبيد هيدروليك موتورز. طيب لو انا جيت اتكلمت عندك هنا على البينت اكسس موتور، والله حضرتك الديسبيسمنت بتاعه من 28 سي سي لكل لفه لحد 1000 سي سي في كل لفه. الماكسيمم سبيد بتاعته من 1600 لحد 5555 ار بي ام. النومينال بريشر اللي هو يعني بيبقى شغال عليه من 350 لحد من 400 لحد 450 بار. الماكسيمم بريشر اللي موجود عندي اب تو 500 بار. فدي عندك هنا ارقام تمام للمواتير الاكسيال اللي هي موجوده عندك فاريبل ديسبيسمنت وتقدر حضرتك تلاقيها في السوق. طبعا تمام الشكل عندك هنا او السامبل اللي موجود عندك في الدايره بيختلف ليه يا فندم؟ بيختلف لان حضرتك بيجي عندك هنا هذا السهم بيبتدي ان هو يظهر معايا. السهم ده بيعبر ان الموتور بتاعي تمام هو موتور فاريبل ديسبيسمنت
ديسبيسمنت، وبالتالي انا اقدر اغير سرعه دوران الموتور مع ثبات الفلو ريت اللي هو داخله على حسب تغيير الحجم الهندسي اللي بيتملى داخل جسم الموتور. تمام كده. وكمان بيبقى موجود في عندك هنا البورت بتاعه الدرين، وكمان بيبقى موجود في عندي هنا بورت ثانيه اللي هي بسميها الفلاشنج بورت. الفلاشنج بورت دي بتبقى مهمه جدا لو كانت الدايره بتاعتك تمام هي دايره كلوزد تمام، بحيث ان يحصل منها عمليه تبريد وفلتره وتنظيف تمام لزيت الهيدروليك اللي موجوده عندي في الدايره بتاعتي. طبعا المكونات اللي موجوده عندي جوه تمام هي تمام تقريبا نفس المكونات اللي كانت موجوده عندي في الفيكسد ديسبيسمنت هيدروليك موتور. بالظبط عندك هنا في درايف اكسل، السيلات بتاعتك تمام، البلي بتاعك، الكيسنج بتاعك، مفيش اي مشكله خالص، ولكن حضرتك بيزيد عليك بقى شويه مكونات. يعني انت عندك هنا الفلانجه، البول جوينت، الباساتم، البلوكه اللي بتلف كله تمام زي الفل. ولكن حضرتك عندك هنا لو تفتكر ان انت حضرتك في الفيكسد ديسبيسمنت انا كنت مسمي الجزء ده اللي هو ايه يا فندم، اللي هو الكنترول بورت تمام كده، وبالتالي اللي انا حضرتك هنا الباليتا الكنترول بليت اسف اللي انا حضرتك كنت بعمل منها كنترول على الاورفسز تمام بتاعه الزيت اللي هتبتدي ان هي تتوجه الى البلوكه بتاعه البساتين بتاعتي تمام، وكانت مثبته بزومبا. لو حضرتك تفتكر يعني كانت مثبته بزومبا. هنا بقى تمام انا مش هسميها الكنترول بليت، انا هسميها اللينس بليت، العدسه بتاعتي تمام كده، اللينس بليت العدسه بتاعتي تمام زي الفل. يبقى اذا دي حضرتك ما بقتش مثبته في الهاوزنج بتاع الهيدروليك موتور، حضرتك ما بقتش مثبته خالص، ولكنها حضرتك بقت يا فندم، ولكنها حضرتك بقت متحركه، اصبح عندك هنا ليها تمام مجال بتبتدي ان هي تتحرك فيها هذه الحركه اللي انا بعملها لك بالمؤشر. وبالتالي انا حضرتك عملت لها تحت تمام مسمار، وعملت لها فوق مسمار. المسمار اللي تحت ده تمام هو الكيو ماكس ستوب سكرو، ده حضرتك هنا هو المسمار اللي انا تمام اقدر اخد عنده اعلى زاويه تمام، المسمار اللي انا تمام اقدر اخد عنده اعلى زاويه. ليه؟ لان حضرتك هنا المسمار ده بيصدر عندك هنا في اللينز بليت. كمان رقم 7 ده تمام هو المسمار بتاع الكيو مينيمم ستوب سكرو. حضرتك لو اللينز بليت دي طلعت لفوق وبالتالي عندك هنا تمام اصبح عندك اقل معدل تمام سريان هيخش، وبالتالي لان الحجم الهندسي تمام اللي موجود اقل معدل سريان هيخش، ليه؟ لان الحجم الهندسي اللي موجود عندك هنا قل جدا تمام، وبالتالي تمام ده رقم 7 هيبتدي ان هو يصدر، وبالتالي ده اللي هيديني عندك هنا اقل زاويه. اذا المسمار اللي فوق ده هو مسمار عندك هنا اقل زاويه تمام، مسمار اقل زاويه، وبالتالي ده مسمار اعلى سرعه صح كده. المسمار اللي موجود عندك هنا تحت ده هو المسمار بتاع اكبر زاويه، يعني اكبر حجم هندسي، وبالتالي اقل سرعه تمام كده. يبقى اذا المسمار اللي فوق عرفناه، المسمار اللي تحت عرفناه. طيب هذه اللينز بليت بتتحرك فوق وتحت بناء على ايه؟ باخد الزاويه دي بناء عليه. ما تنساش انا عايز برضه اقول لحضرتك على حاجه، ان هذه البول جوينتس اللي موجوده عندي هنا مدياني ديجري اوف فريدم ان انا اخد البلوكه تمام باللينز بليت دي بالبساتم واطلع وانزل بيها واخد الزاويه اللي انا عايزها براحتي. ليه؟ لان دي تمام بول جوينت تمام تقدر ان هي تتحرك معاك عادي جدا في ديجري اوف فريدم، والدنيا حلوه وجميله وزي الفل. طيب اللينز بليت اللي موجوده عندك هنا دي متصله عندك تمام ببوزيشنر تمام اللي هو رقم 9 ده. هذا البوزيشنر عندك هنا متصل برقم 8 اللي هو موجود عندي ده بسميه الستروكينج بيستون، وده هو البيستم اللي بياخد عندك هنا هذا البوزيشنر ويبتدي يطلع وينزل لفوق ولتحت. علشان خاطر ايه يا فندم؟ علشان خاطر تمام يبتدي ان هو ياخد لي البلوكه ويديني سواء اقل زاويه واعلى سرعه او اكبر زاويه تمام واقل ايه واقل سرعه تمام. عند حضرتك هنا فوق في سبول تمام، السبول دي تمام مهمه جدا وهشرحها لك ان شاء الله، وهشرح لك الدايره الهيدروليكيه بتاعتها لما اشتغل على السبيد كنترول بتاع المواتير الهيدروليكيه. هذه السبول تمام بيبتدي ان هي يخش لها انبوت، الاوتبوت بتاعها هو حضرتك اللي بيتحكم في البيستون اللي موجود عندك تحت هنا، وبالتالي هذا البيستون زي ما قلت لك اللي بياخد البوزيشنر، والبوزيشنر ده بياخد عندك هنا اللينز بليت دي ويبتدي ان هو يطلع بيها فوق وتحت. اذا البيستون ده ليه حركه تردديه في الحته اللي حضرتك شايفها دي، يقدر يطلع وينزل في الحته دي بحيث ان هو يدي لك الزوايا المختلفه للشغل بتاعتك تمام. طيب هذا المكبس تمام، هذا المكبس وهذا السبول بيبقوا موجودين عندك هنا في الجزء الخلفي تمام اللي موجود عندي في البستم بتاعي. يبقى اذا الكعبله كلها تمام بتبقى موجوده في هذا الجزء الخلفي اللي حضرتك شايفه. وعندك هنا ادي المسمار بتاع اقل زاويه والمسمار بتاع اعلى زاويه، فتحه الدرين وفتحات الدخول والخروج. جميل جدا. اذا زي ما حضرتك شايف كده ادي عندك هنا دي الفتحات بتاعه الدخول والخروج اهي جايه من الجنب تمام، زي ما حضرتك شايف كده ادي تمام فتحات الدخول والخروج للمكبس بتاعي تمام، جاي عندك هنا من الجنب اهو تمام، وفتحات الدخول والخروج. خلي بالك معايا، امال ايه بقى تمام اللون الاحمر الكبير ده واللون الازرق الكبير ده؟ دي حضرتك تمام الفتحات بتاعه اللينز بليت تمام. ما انت حضرتك محتاج ان انت تاخد تمام اللي جاي لك عندك من بره سواء كان زيت مضغوط وحضرتك تخرج زيت اكزوستد الى التانك، فانت اوريدي خدتهم من الفتحات الصغيره اللي هي موجوده عندك في البورت بليت. طيب جميل جدا. انما حضرتك هنا اللينز بليت تمام دي بتبقى عندك هنا الفتحات بتاعتها كبيره جدا بالطول كده، شق طولي كبير بحيث ان هو يبقى مغطي عندك هنا الفتحه اللي موجوده في البورت بليت. اشمعنى يا فندم؟ علشان خاطر مهما اتغيرت الزاويه يبقى
البورت بليت بيرمي في الفتحه بتاعه اللينز بليت. اتمنى تكون فهمت دي كويس. يبقى مهما اتغيرت الزاويه البورت بليت بترمي برده في اللينز بليت. فدي عند حضرتك هنا نقطه مهمه جدا جدا جدا، لازم تبقى عارف ان الفتحات بتاعت اللينز بليت الاورفيسز دي اكبر بكتير جدا من الاورفيسز اللي موجوده عندك هنا. تمام. يبقى حضرتك لما تيجي تشوف دي تمام، بص عندك هنا هذه الفتحه لما تمشي في المجرى بتاعتها هتلاقي عندك هنا مسلمه فتحه كبيره جدا في اللينز بليت، علشان خاطر اللينز بليت دي مهما اتغيرت الزاويه بتاعتها تمام تقدر ان هي توجه عندك الفتحات توجه بعد كده الزيت الى الفتحات الموجوده في البلوكه، وتقدر عندك هنا تاخد الاكشن بتاعك، وتقدر حضرتك تعمل الفورس اناليسيز، وبالتالي حضرتك تقدر ان انت ايه تمام الفف عندك هنا هذه الفلانجه، وبالتالي الفف عندك هنا الدرايف اكس. طيب بناء عليه بقى البيستم ده بيطلع وبينزل، وبناء عليه انا باخد الزاويه دي ان شاء الله باذن الله هشرحها لك تمام في دايره هيدروليكيه قدام لوحدها. تمام. فاذا ده كده عندك الشرح بتاع البيستم الهيدروليك موتور الذي يعتمد على تمام البنت اكسس تمام اللي هو مليان بساتم، وهذه البساتم مالها يا فندم اكسيال مع اللي هو الاكس اللي بتاخد منه العزم للهيدروليك موتور بتاعك. نوع تاني بقى من المواتير الهيدروليكيه اللي هي متغيره الازاحه، اللي انا بقدر اخد منها سرعات مختلفه لنفس الفلوريت اللي هو داخلها، اللي هي السواش بليت موتور. وفي هذه الحاله هتكون البليت متارجحه فعلا وليست ثابته كما شرحت لك في الموتور اللي هو فاكس ديسبيسمنت. تمام. الديسبيسمنت بتاعته من 28 سي سي لحد 85 سي سي، اصغر شويه في الحجم. تمام. الماكسيمم سبيد عندك هنا 3560 لحد 5400 ار بي ام عشان في السرعه. النومينال بريشر اب تو 280 بار، اقل شويه في البريشر. الماكسيمم بريشر عندك هنا اب تو 350 بار، اقل شويه عندك هنا في ضغوط، وبالتالي ده عندك هنا هيبقى عندك ماله كجنرال ريتنج. تمام. السواش بليت موتور اقل في الطاقه تمام من البنت اكسس موتور. تمام كده. فاذا السواش بليت ده اقدر ان انا استخدمه عندك هنا في تطبيقات اقل عندك هنا في الانرجي واقل في الورك ريت بتاعتها. تمام. ومنتهى البساطه اللي اوت الموجود عندنا جوه ايه هو نفس الشغله، مفيش اي مشكله خالص، ولكن زاد عليه ايه؟ بدل ما كانت السواش بليت ثابته اصبحت عندك هنا هذه السواش بليت متحركه. تمام. زي ما حضرتك شايف. والسواش بليت المتحركه دي تمام عندك هنا ليها صداده موجوده عندك هنا تحت. الصداده اللي موجوده عندك تحت دي تمام هي الكيو مينيمم ستوب سكرو، يعني من الاخر ده مسمار علشان خاطر تمام اقول والله ان دي اقل زاويه. تمام. حضرتك مش هتقدر تمام تقل عن كده خالص يعني. وعند حضرتك هنا الناحيه الثانيه بيكون في عندك هنا ايه يا فندم؟ بيكون في عندك هنا الستروكينج بيستون، والبيستون ده زي ما حضرتك شايف كده بيخش له زيت من فوقيه. البيستون ده تمام بيبقى ليه رود، هذا الرود عندك هنا بيكون متصل مع السواش بليت اللي موجوده عندك هنا، وبالتالي تمام حضرتك لو كانت الزاويه قليله تمام لو كانت الزاويه عندك هنا قليله، يعني لو السواش بليت دي كانت تقريبا راسيه كده، فحضرتك انت تقدر تاخد اقصى سرعه من الموتور بتاعك، وبالتالي البيستون الموجود عندك هنا ده هيكون في اقصى ازاحه. تمام. بينما حضرتك هنا لو انت كانت عندك هنا الزاويه دي ستيف قوي تمام، يعني عندك هنا اكبر زاويه، يعني حضرتك هنا عندك اكبر حجم، يعني حضرتك هنا اقل سرعه، وبالتالي تمام هذا البيستم زي ما حضرتك شايف كده هيكون لازق تقريبا في الطبه اللي موجوده عندك هنا فوق. اذا دي نقطه مهمه جدا لازم تبقى واخد بالك منها، ان عندك هنا الزاويه بتاعه السواش بليت هي اللي بتتحكم عندك في السرعه بتاعه المحرك بتاعي. طبعا ما عنديش نفس المأساة تمام بتاعه اللينز بليت اللي كانت موجوده هناك. ليه ما عندكش نفس المأساة؟ لان حضرتك بمنتهى السهوله تمام الكنترول بليت اللي موجوده عندك هنا سهله جدا هتوجه الزيت الى الفتحات الموجوده عندك هنا في البلوكه ومنها الى البساتم بمنتهى البساطه من غير ما يكون عندي اي كعبله، غير البنت اكسس اللي هو كان مكعبل شويه. عندنا والله نوع مواتير كمان اللي هو الفين هيدروليك موتور. الحقيقه ان ده بيستخدم عندك هنا في رنجات ضغوط اب تو 170 بار، يعني اعتبر ان هو ميد رينج يعني. تمام. الحقيقه مش هطول لك قوي في الكونستراكشن لان انا هريت لك تمام الفين هيدروليك بامبس، فهو نفس التصميم بالظبط وهي نفس الفكره بالظبط، ولكن يعني اللي انا هقوله لك ان حضرتك تمام في الترومبه حضرتك كنت بتديها انبوت باور، فبالتالي حضرتك كان في عندك سنتريفيجال فورسز بتقدر ان هي تخلي الريش تطلع لبره كمان. فساعات كنت بتلاقي عندك هنا السنتريفيجال فورسز دي اللي شغاله لوحدها بفعل الطاقه الدورانيه للدرايف اكسل لما تبقى شغاله ترومبه. كمان حضرتك كنت ساعات بتلاقي في سوست موجوده عندك هنا تحت هذه الريش عشان خاطر ترفعها لفوق وتلزق عندك هنا في الكامه. تمام كده. كمان حضرتك كان بيبقى موجود عندنا ساعات بياخد خط عندك هنا من البريشر اللي هو طالع من الترومبه ويبتدي ان هو يدخله تحت الريش. تمام. علشان خاطر برضه هنا بقى ما بيستعملش كل الكلام ده، هنا حضرتك بيستعمل عندك زنبرك او نابض. تمام. هذا النابض بيبقى مثبت عندك هنا في المسمار بحيث ان النابض او السوسته اللي موجوده عندك هنا دي دايما بتزق ايه يا فندم؟ دايما بتزق الريشه لبره علشان خاطر ايه يا فندم؟ علشان خاطر تفضل الريشه دي متصدره مع
الكامه، تمام. وبالتالي حضرتك اول ما الزيت ما بيخش فبيلاقي قصاد منه الريشه، فيبتدي ان هو يخبط عندك هنا في الريشه، يزق الريشه، والريشه دي زي ما حضرتك شايف نصها بره والنص الثاني جوه، تمام. فحضرتك هنا الريشه دي بتبتدي ان هي تتحمل عندك كل المومنت وتحرك الروتور. طبعا الروتور بيبقى متصل عندك هنا بمراود داخليه مع المراود الخارجيه للدرايف اكسل، وبالتالي تقدر حضرتك ان انت تاخد الحركه من الدرايف اكسل اللي موجود عندك هنا، تمام. اذا الشافت عندك هنا بتاع الهيدروليك موتور ده، تمام، اتحرك بفعل ايه يا فندم؟ بفعل المومنت اللي هو اثر عندك على الريشه اللي موجوده هنا، اللي هي طلعت لبره واحتكت عندك ب الكابه بفعل المسامير اللي بيبقى راكب عليها هذه السوست. طبعا وانس ان حضرتك هنا جت عند الحته الضيقه بقى اللي هي تمام، لان طبعا انت عارف ان في اكسنترستي ما بين مين ومين يا فندم؟ ما بين الكامه وما بين الروتور، وبالتالي وانس ان احنا جينا في الحته الضيقه دي بيبتدي عندك هنا الكامه اللي بره تضغط عندك الريشه قصاد مين يا فندم؟ قصاد السوسته، فالسوسته تاخد وتدي معاك، تمام. فبتبتدي الريشه ان هي تخش تحت، واول عندك هنا ما تسمح الظروف وتسمح عندك الابعاد الهندسيه ان الريشه تطلع مره ثانيه، فبتبتدي الريشه ان هي تطلع مره ثانيه بفعل السوسته اللي موجوده عندك. فاذا بيبقى في عندك هنا سبرينجز، هذه السبرينجز دي تبوش الفينز اوتوردز لبره، تمام، ناحيه مين يا فندم؟ ناحيه الكامه. وزي ما قلت لك ان هذه الريش تمام بتبتدي ان هي تاخد المومنت كله وتبتدي ان هي تلف في الروتور. زي ما حضرتك شايف كده ده شكل من اشكال السوست اللي موجوده عندك هنا، او تلاقي هذا الشكل الجميل. ايه اللي حضرتك شايفه ده؟ عندك هنا في سوسته هيليكال تحت مين يا فندم؟ تحت الريشه، يعني زي ما حضرتك ادي هنا شايف ادي الريشه بتاعتك وتحتيها يا فندم، وتحتيها سوسته هيليكال. يبقى اذا يا اما تكون هذا زي ورقه سوسته كده، تمام، يا اما تكون عندك سوسته هيليكال. في كلا الاحوال انت معتمد على هذه السوست ان هي تعمل لك ايه؟ تعمل لك الاكشن، تمام، بتاع دفع الريش الى الخارج، تمام. الحقيقه ان انتشار الفين هيدروليك موتورز مش كتير قوي، تمام، لان هي يعني مش بتشتغل عند ضغوط عاليه، مش بتلاقيها في تطبيقات كتير. صحيح الكونستراكشن بتاعها سهل، الصيانه بتاعتها سهله جدا، ولكن يعني هي مش دارجه قوي، لان ليها بديل احسن بكتير جدا اللي هي الجي رولرز، عمرها اطول بكتير جدا، تمام، وسستينبل اكتر. عند حضرتك الجي رولرز والجي روتورز، تمام، اللي هي كانت التروس ذات التعشيق يا فندم، ذات التعشيق الداخلي، تمام. انا عن نفسي هستخدمها احسن ما استخدم الفين هيدروليك. فيما يتعلق بقى بالنيوميريكال ايكويشنز، المعادلات الرقميه، يعني لو انا حضرتك عايز احسب الاوتبوت تورك، العزم اللي طالع من الموتور بتاعي، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن، تمام، التورك اللي طالع لي ده هو عباره عن الدلتا بي مضروبا عندك هنا في الجيومتريك ديسبيسمنت، تمام. الدلتا بي ده اللي هو الفرق عندك هنا ما بين الضغط اللي داخل على انبوت الموتور والضغط عندك هنا اللي رايح مثلا الى التانك. فاللي هو رايح للتانك ده تندس تو بي زيرو، يعني ممكن يكون اتموسفيريك بريشر، تمام، او سواء مثلا كان موتور بيسلم الثاني فهتفرق ساعتها، تمام. لو كان موتور بيسلم الثاني هتفرق، اما لو كان بيسلم التانك فمش هتفرق معانا في حاجه. فالدلتا بي ده هو عباره عن البريشر اللي داخل، بطرح منه البريشر اللي طالع، فبيطلع لي عندك هنا الدلتا بي، وبضربه عندك هنا في الجيومتريك ديسبيسمنت. وده منطقي جدا، لان كل ما زاد فرق الضغط كل ما عندك هنا ما زاد العزم، وكل حضرتك هنا ما زاد الحجم الهندسي. زي ما شرحت لك قبل كده، بتزيد عندك هنا الابعاد، بتزيد عندك المساحه اللي بضرب فيها الضغط، بتزيد عندك هنا ذراع العزم، فبالتالي تمام بيزيد العزم هو كمان، فده منطقي جدا. بينما حضرتك الاوتبوت سبيد هي عباره عن ايه؟ الاوتبوت سبيد بتاعه الموتور عندي هي عباره عن الفلو اللي موجوده عندي، تمام، باللتر لكل منت او متر تكعيب لكل ثانيه، وات ايفر كانت الوحدات اللي انت بتستخدمها، وبقسمها برده على الجيومتريك ديسبيسمنت. وده برده منطقي جدا، لان كل عندك هنا ما زاد الفلو كل حضرتك ما هتزيد السرعه، منطقي جدا. بينما كل ما زاد الحجم الهندسي بتاع الموتور بتقل السرعه. ليه؟ بسبب وقت المالي، وشرحنا الكلام ده كتير قوي. طبعا لو انت خليت الابعاد اللي موجوده عندك الوحدات كلها اس اي يونتس، تمام، فهتشتغل عادي جدا باس اي يونتس من غير ما يكون فيها مشكله. تقدر تخلي ده بالبار، تقدر تخلي ده بالمتر المكعب، ما فيش اي مشكله خالص. وبالتالي هتاخد ده بايه؟ وبالتالي هتاخد ده بنيوتن مضروب عندك هنا في المتر. الاوتبوت سبيد ده عندك هنا بيطلع رقم اللي هي عدد لفات، ده حضرتك هنا عباره عن معدل سريان ممكن تخليه عادي بالمتر المكعب لكل ثانيه، وده حضرتك هنا حجم، تمام، تقدر تخليه برده بالمتر المكعب لكل لفه، عشان خاطر في الاخر برده يطلع لك هنا ايه؟ رقم عباره عن عدد لفات، تمام. فاذا دي كانت النيوميريكال ايكويشنز اللي هي موجوده عندي للمواتير الهيدروليكيه. الحقيقه بقى تمام ان اللوسز والفواقد برده نقطه مهمه جدا. ليه؟ علشان خاطر اوريك كيرف كده مهم في الاخر. ايه بقى يا فندم اللوسز اللي موجوده عندي؟ حضرتك تمام انت في عندك نوعين من الكفاءات، الكفاءه الهيدروليكيه، تمام، اللي هي او بقول عليها الكفاءه الحجميه اللي انا شرحتها لك في الترومبات قبل كده، اللي هي الفوليومتريك افشنسي. دي طبعا اللي هي عباره عن ايه يا فندم؟ اللي هي بمنتهى البساطه التسريبات الداخليه، تمام. وفي عند حضرتك هنا اللي هي الميكانيكال افشنسي اللي هي الاحتكاك، تمام، اللي ليه علاقه بالاجزاء الميكانيكيه مع بعضها ولزوجه المائع اللي حضرتك بتعمل له، تمام، عمليه بامبنج من الترومبه وتدخله على الموتور بتاعك. الحقيقه ان التسريبات الداخليه دي كانها عندك هنا بتزود الحجم الهندسي، تمام كده، وكانها بتهرب الضغط. فبالتالي لو هي بتزود الحجم الهندسي يبقى كانها بتقلل السرعه. كمان لو هي بتهرب الضغط يبقى كانها ايه يا فندم؟ كانها بتخلي لي الاوتبوت تورك هو كمان هتقل. فاذا التهريبات الداخليه دي نقطه سلبيه جدا، تمام، بتاثر على عدد اللفات، وكمان بتاثر عندك هنا على العزم اللي انت تاخده من الموتور. كذلك الكفاءه الميكانيكيه
دي نقطة مهمة جدا. لو حضرتك بتحط هيدروليك باور للموتور بتاعك مستني تاخد ميكانيكال باور، حطيت مثلا وليكن تمام 10 واط، فانا حضرتك مش عايز اخدهم 6، لا ده انا عايز اخدهم 7 8 9 لو اطول 9 ونص تمام. فاذا مهمة جدا ان انا اقلل تمام الفواقد اللي هتبقى موجودة نتيجة الاحتكاكات الميكانيكية. ودي نقطة مهمة جدا هوريك ان انت ازاي احط الموتور بتاعي في رينج تشغيل بحيث ان انا اقلل هذه تمام الاحتكاكات والفواقد نتيجة ان الحاجات الميكانيكية بتتلامس مع بعضها. صحيح في تزييد داخلي تمام، ولكن ده ما يمنعش برضو ان هيكون في عندك هنا ايه كفاءه ميكانيكيه. طيب الكيرف اللي موجوده عندك هنا ده اللي قدام، اولا تعال نشوف ايه الاكسس اللي موجوده عندك هنا دي. والله دي بيقول لك هنا الكفاءه بالنسبه للمئويه، ده المحور الراسي. المحور الافقي موجود عندك هنا ده هو الدلتا بي، الفرق ما بين الضغط اللي داخل للموتور والضغط اللي طالع منه تمام. طيب الكيرف اللي موجود عندك هنا فوق ده هو كيرف ايه يا فندم حضرتك؟ هو ده الكيرف بتاع الايتا الفوليومتريك اللي هي الكفاءه الحجميه الهيدروليكيه حضرتك دي تمام. هذه الكفاءه الهيدروليكيه الحجميه تمام بيحصل لها يا فندم بتقل مع زياده ضغط التشغيل. يعني كل ما زاد ضغط التشغيل الموجود عندك كل ما حضرتك ما هيحصل ايه؟ ما هتزيد عندك هنا التسريبات. يعني كل ما الدلتا بي ما هتزيد كل ما حضرتك ما هتزيد التسريبات وتقل الكفاءه الحجميه الهيدروليكيه تمام. طيب الكفاءه الميكانيكيه بقى هو الكيرف الثاني اللي موجود تحت عندك هنا حضرتك. عند ضغوط التشغيل المنخفضه تمام بيزيد الاحتكاك الميكانيكي وبتقل الكفاءه جدا جدا جدا، فابعد عن الحته دي تمام. كذلك عند اقصى ضغط تشغيل تمام، عند اقصى ضغط تشغيل حضرتك بتعلى تمام. ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي حضرتك ايه عند اقصى ضغط بتنهار الكفاءه الميكانيكيه كمان. يبقى اذا لو ضغط التشغيل عندك هنا قليل قوي تمام فهتلاقي ان الكفاءه الميكانيكيه عندك هنا تمام رايحه في داهيه. برضه حضرتك لما تزود ضغط التشغيل قوي تمام هتلاقي الكفاءه الميكانيكيه مش احسن حاجه. امال حضرتك اشغل الموتور بتاعي على انهي رينج؟ لو تفتكر اشغله على النومينال بريشر في المنطقه دي تمام، اشغله على النومينال بريشر. وبالتالي حضرتك انت عندك في الايتا توتال، الايتا توتال هي عباره عن ضرب الايتا فوليومتريك مضروبه عندك هنا في الايتا ميكانيكال، فبيحصل عندك هنا ان في كيرف ثالث بيتولد اللي هو مين يا فندم؟ اللي هو الايتا توتال. لاحظ ان حضرتك هنا احنا منقيين الحته اللي هي قبه الكيرف صح كده، اللي هي اعلى منطقه في الكيرف. اعلى منطقه في الكيرف دي اللي هي ريليتد للنومينال بريشر بتاع الموتور بتاعك اللي هيكون فيه اقل عندك هنا فواقد ميكانيكيه، اقل عندك هنا فواقد حجميه هيدروليكيه، وبالتالي عندك هنا يبقى احسن كفاءه تشغيل للهيدروليك موتور بتاعي. يبقى اذا الباور الهيدروليك اللي انا هحطها اقدر اخد جزء كبير جدا جدا منها واحولها الى تمام طاقه ميكانيكيه اقدر ان انا الفف بيها الاحمال بتاعتي. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا. يبقى اذا لازم تبقى عارف منطقه التشغيل، الكيرف ده يكون معاك، وعارف احسن منطقه لتشغيل الموتور بتاعك عشان خاطر ما احملش عليه ضغط كبير قوي او احط عليه ضغط قليل قوي فبالتالي ابهدل معايا الايتا ميكانيكال تمام. كذلك ما احطش نفسي تمام في الحته اللي التسريبات الميكانيكيه فيها بتزيد قوي. فبهدل معايا لك هي السبيد كنترول على الموتورز تمام. السبيد كنترولز دي مهمه جدا تمام. اولا حضرتك انت عارف احنا بنتحكم تمام في السرعه تمام او الار بي ام بتاع الموتور عن طريق الفلو ريت. فعندنا طريقه مباشره جدا ان هو يكون في عندي ترومبه، هذه الترومبه فيكسد ديسبيسمنت عادي جدا تمام، وابتدي تمام ان انا احط على الاوتبوت بتاعها تمام بريشر ريليف فالف عادي جدا اهو بريشر ريليف فالف، والبريشر ريليف فالف ده يرمي في التانك تمام. وادي حضرتك هنا البايلوت اللي هيشغل البريشر ريليف فالف بتاعي ده. يبقى اذا ترومبا فيكس ديسبيسمنت عادي جدا، طلعت بريشر ريليف فالف مفيش اي مشكله خالص. بعد كده رحت جاي داخل على دايركشن كنترول فالف، ولكن خلي بالك هذا الدايركشن كنترول فالف تناسبي. هذا الدايركشن كنترول فالف تناسبي يعني شغال ايه؟ شغال بيظبط عندك اتجاه فلو، كمان بيظبط كميه فلو. يعني هو كومبايند شغال كانه دايركشن كنترول فالف بالاضافه الى انه فلو كنترول فالف. وبالتالي البي دي كلها اللي جايه ممكن تمام ما تروحش لايه كلها تمام. يعني حضرتك لو انا مثلا باعت في هنا في بي وليكن حاول باعت 100 لتر في الدقيقه، انا ممكن اطلع عندك هنا في الايه قد ايه يا فندم؟ اطلع 30 لتر في الدقيقه. الله، امال الباقي ده هيروح فين؟ هيأكيوميليت ويبتدي الضغط يعلى لحد ما البريشر ريليف فالف يفتح تمام ويهرب الزياده عندك هنا الى التانك. علما بقى ان ترومبا دي فيكسد ديسبيسمنت. اذا البلوف عندك البروبورشنال التناسبيه الدايركشن كنترول فالف تمام، دي حضرتك بتستخدم علشان خاطر اوجه عندك هنا الدايركشن بتاع الموتور يلف مع الساعه ولا عكس عقارب الساعه. حاجه ثانيه حضرتك انا بتحكم في تمام كميه الفلو اللي رايحه للموتور، والموتور الموجود عندي زي ما حضرتك شايف هو موتور فيكسد ديسبيسمنت، وبالتالي اقدر ان انا العب في عدد اللفات بتاعته. ان شاء الله باذن الله هشرح لك بقى الكنترول هاو تو كنترول بروبورشنال دايركشن كنترول فالف، ازاي حضرتك ان انا استعمل طريقه بالس ويدث موديوليشن بحيث ان انا العب في الديوتي سايكل بتاعه السيجنال اللي جايه. صحيح الكويل اللي عندي ده مثلا هنفترض ان هو شغال على 24 فولت، انما انا هديله ال 24 فولت دول اول ذا تايم تمام، طول وقت التشغيل انا هعطيله ال 24 فولت، ولا هبتدي ان انا تمام العب بقى وابتدي ان انا احول هذا التيار المستمر تمام واحوله عندك هنا الى تيار تمام ليه يا فندم؟ ليه فريكوانسيز مختلفه.
تمام ليه فريكونسيز مختلفه وليه ترددات مختلفه، بحيث ان انا اخد عندك هنا ديوتي سايكل في الاخر تكافئ مثلا وليكن 25% 30% 40% 70% 90%، واخد عندك هنا تمام فتحه اورفيز تمام تديني السرعه اللي انا عايزها للهيدروليك موتور بتاعي. شغل ثانيه من طرق التحكم في سرعه المواتير الهيدروليكيه. الحقيقه ان الموتور بتاعي هيبقى موتور عادي فيكس ديسبيسمنت، تمام، يعني انا مش هقدر اغير الحجم الهندسي بتاعه، ولكن الترومبه بقى اللي هي هتبتدي تعمل لي عمليه السبلاي هي هتبقى ترومبه فاريبل ديسبيسمنت بامب، تمام كده. يعني انا ممكن استعمل البيستون بامبس او ممكن استعمل الفين بامبس اللي انا اقدر اغير الحجم الهندسي بتاعها بناء على الاشاره بتاعه البايلوت اللي انا هديها للترومبه. هتبتدي ان هي تمام يا تديني فلو ريت ماكسيمم او ان هي تبتدي تقلل الفلو ريت بتاعها تدريجيا، وبالتالي لو هي ادتني الفلو ريت الماكسيمم بتاعها انا هاخد عندك هنا اقصى سرعه دورانيه من اللود بتاعي، بينما حضرتك لو هي ابتدت تقلل الفلو ريت بتاعها تمام اللود اللي عندي او الموتور بتاعي هيبتدي ان هو يقلل من السرعه الدورانيه بتاعته، تمام كده. ولاحظ معايا ان الدايركشن كنترول فالف اللي راكب هنا هيكون تمام مش بروبورشنال، لا هيكون اون اوف عادي جدا. يعني حضرتك هتجيب البوزيشن، يعني هتبقى الفتحه بالاورفيس بتاعه 0% اللي هو عندك هنا الاوف بوزيشن، او 100% يعني تبقى الفتحه فتحه كامله، تمام كده. فدي الطريقه الثانيه عندي هنا ان الترومبه تبقى ايه؟ تبقى variable displacement. الطريقه بقى الثالثه ودي اللي هي بتلاقيها انت في الهيدروستاتيك ترانسميشن، ودي طريقه مهمه جدا، وانت الحقيقه مش هتلاقي الشرح ده ولا محتوى انجليزي تمام ولا محتوى عربي ولا هتلاقيه في اي محتوى تاني، لان الدايره اللي انا جايبها لك دي هي دايره مهمه جدا، وخلي بالك معايا. الطريقه الثالثه علشان خاطر اعرف ازاي اتحكم في سرعه المواتير الهيدروليكيه، الحقيقه ان مع ثبات الفلو اللي داخل انا اقدر اخد عندك هنا عزوم مختلفه وسرعات دورانيه مختلفه لو انا مستعمل هيدروليك موتور هو variable displacement، اي ان انا اقدر اغير الحجم الهندسي بتاع الموتور بتاعي. وعلشان خاطر اضرب لك مثل على الكلام ده، انا خدت عندك هنا محرك بنت اكسس زي ما حضرتك شايف، وتعالى بقى اشرح لك الحته اللي هي كان فيها البيستم اللي هو عندك هنا تمام كان متوصل باللانس بليت وواخدها طالع نازل بيها، وكمان السبول اللي كانت موجوده هنا اللي هي اصلا كانت مسؤوله عن حركه البيستم اللي تحت، تمام. طيب بمنتهى البساطه زي ما حضرتك شايف كده، ادي الهيدروليك موتور بتاعي، ادي الدرين لاين، ادي الاوتبوت شافت، ادي عندك هنا فتحات الاي والبي اللي هم اللي جايين عندك هنا من السيركت بتاعتك. ممكن عادي الاي يبقى هو الضغط والبي هو التانك، وممكن بي تبقى الضغط ايه هي التانك، مش هتفرق معايا في حاجه، تمام. عند حضرتك هنا في سبول، وهذه السبول زي ما حضرتك شايف كده في كويل. الكويل الموجود عندك هو المسؤول عن حركه هذه السبول اجينست السوسته التي يمكن رجلاشها دي، تمام. طيب في ايه تاني يا فندم؟ في عند حضرتك هنا في سيرفو بيستون، البيستون ده زي ما انت شايف كده في لانكج متصل عندك هنا بمين يا فندم؟ زي ما قلت لك كده متصل عندك باللينز بليت اللي هي بتبتدي تطلع وتنزل. يبقى اذا ادي السبول اهي، تمام. وادي عند حضرتك هنا السوسته اللي السبول دي شغاله قصاد منها اهي، السوسته الصغيره دي هي دي السوسته اللي السبول وهذا الكل شغالين قصاد منها. عند حضرتك ادي البيستم اهو، بيستم موجود عندك هنا تحت، وادي عند حضرتك كمان في سوسته، تمام. وهنعرف السوسته الكبيره دي بتعمل ايه. كمان عندك هنا في مسارات الزيت اللي حضرتك شايفها دي اللي هي جايه من السبول ورايحه عندك هنا تمام الى البيستون. ادي عند حضرتك هنا اللينكج او الواسطه اللي موجوده ما بين البيستون اللي موجود عندي بيستون رود، وموجود عندي هنا البلوكه بتاعت هذا البنت اكسس. طيب الدنيا ماشيه ازاي؟ بمنتهى البساطه مثلا هنفترض ان خط الضغط جاي لي عندك هنا من بي، وخط التانك طالع عندك هنا من ايه. طيب وبعدين يا فندم ايه اللي حصل؟ عندك هنا خط الضغط دخل من بي، دخل عندك هنا للموتور، الدنيا جميله وزي الفل. فلقيت ان عندك هنا في تفريعه، هذه التفريعه تمام عدت من التشيك فالف وراحت داخله عندك على السبول بتاعي، وراحت داخله ايه؟ وراحت داخله على السبول بتاعي. طيب هذه التشيك فالف عدى عندك منه هذه التفريعه، طبعا في تشيك فالف الناحيه الثانيه علشان خاطر ما يهربش يروح على التانك، تمام. طب هو ليه عامل اثنين تشيك فالف؟ عشان خاطر لو قلب، لو خلى الاي هو الضغط العالي وبي هو التانك، نفس الشغلانه ونفس الشرح اللي انا هقوله ينطبق هو. طيب الفلو عندك هنا دخل، لقى السبول دي قدام منه، تمام، لقى قدام منه فتحه مباشره، راح جاي طالع منها، راح جاي على طول مغذي الناحيه بتاعه تمام النيكل، راح جاي مغذي ناحيه الرود تمام من البيستون، تمام كده، دخل على الناحيه اللي فيها الرود. طيب جميل جدا. في هذه الحاله ايه اللي حاصل؟ ابتدى حضرتك عندك هنا هذا البيستم ان هو ينزل لتحت قوي، تمام ماشي كده. البيستم عندك هنا ابتدى ان هو ايه؟ ينزل لتحت قوي. طب لما البيستم عندك هنا ينزل لتحت قوي، هياخد معاه اللينز بليت هي كمان لتحت قوي، وبالتالي حضرتك هنا الضغط اللي موجود عندك ده هيخلي المكبس نزل لتحت، يعني عندك هنا اخذ اللينز بليت معاه لتحت، يعني حضرتك دي اكبر ازاحه، اكبر زاويه، وبالتالي حضرتك هنا اقل سرعه ممكنه، تمام كده، تمام. طيب جميل جدا. وبعدين حضرتك الكويل تمام في هذا الوضع ما عليهوش اي مش ساحب امبير، تمام. هذا الكويل مش ساحب امبير، وخلي بالك تمام ان
الشغل اللي موجوده عندك هنا دي هي شغله بروبورشنال، يعني السبول ده هو سبول بروبورشنال، يعني حضرتك الامبير اللي بيتبعت عندك هنا على الكويل ده ليس امبير منتظم، وانما حضرتك انت تقدر تتحكم في الديوتي سايكل من الاشاره اللي جايه. طيب خلي بالك معايا، كل ما الكويل ده يسحب امبير زياده الفورس عندك بتزيد، لان الفورس هتساوي البي في الاي في ال، طول الملف في التيار اللي مار في عندك هنا في كثافه الفيض المغناطيسي، وبالتالي كل ما الامبير عندك هنا يزيد كل ما عندك هنا ما تتولد قوه، هذه القوه هتشتغل حضرتك قدام هذه السوسته، وبالتالي كل ما الكويل عندك هنا يسحب امبير كل ما يبتدي ان هو يتولد عندك هنا مجال مغناطيسي يبتدي ان هو يسحب لي هذه السبول. تمام، يبتدي ان هو يعمل ايه يا فندم؟ يسحب هذه السبول، وبالتالي هيسحب عندك هنا هذه السبول ناحيه ايه يا فندم؟ هيودي هذه السبول يا فندم ناحيه الشمال في الفراغ اللي انا بشاور عليه ده، اللي هو معمول عليه تمام علامه كروس ولون اخضر كده. تمام، طيب كل ما عندك هنا ما هذا تمام السبول يروح عندك هنا يدفعه الى ناحيه الشمال قصاد عندك هنا هذه السوسته الصغيره، وبالتالي هيعدي من النقطه دي تمام هيعدي عندك هنا زيت تمام من الفتحه اللي موجوده عندك هنا، وليكن مثلا هيعدي 10% 20% 30%، بس حضرتك ما تنساش ان ده اورفيس. تمام، والاورفيس ده بيعمل لك بريشر دروب، وبالتالي حضرتك هيبتدي يعدي زيت تمام في الخط الاورنج. تمام، فالخط الاورنج ده لو انت جيت مشيت معاه هتلاقي ان حضرتك هنا هو عمال بيروح لناحيه راس المكبس. تمام، وبالتالي اذا انت في عندك هنا ناحيه، هذه الناحيه زي ما حضرتك شايف معاها سوسته. تمام، اهو ناحيه معاها سوسته وكمان معاها الضغط العالي، وهسه هنا الناحيه الثانيه عندك هنا في هذا الضغط اللي هو بلون الاورنج اللي معمول له طبعا هنا ثروتلنج على حسب الفتحه بتاعه الاورفيس قد ايه، بس معاك المساحه الكبيره، وبالتالي كل ما عندك هنا حضرتك السبول دي اتحركت ناحيه الشمال كل ما عندك هنا ما قل البريشر دروب، وكل ما عندك هنا ما زاد ضغط الزيت. طيب وبعدين هيبتدي عندك هنا تمام هذا ضغط الزيت المؤثر في المساحه الكبيره يتغلب على كل من هذه السوسته، وكمان يتغلب عندك هنا على ضغط الزيت العمومي اللي بيأثر عندك على المساحه الصغيره، وبالتالي هيبتدي ان هو يزق المكبس لفوق. طيب وانس ان هو زق المكبس لفوق هيبتدي ياخد معاه اللينز بليت، وبالتالي حضرتك هنا هيبتدي ياخد البلوك معاه لفوق، وبالتالي يقلل الازاحه وبالتالي تعلى السرعه. يبقى اذا انا عملت ايه كده؟ انا ابتديت بسرعه بطيئه وبعد كده ابتديت اعلي السرعه تدريجيا لنفس الفلوريت. تمام، لنفس الفلوريت. يبقى اذا فرق المساحه على جانبي المكبس دايما عندك هنا هترجح الكفه الشمال مع زياده فتحه الاورفيس. تمام. ادي عند حضرتك هنا السوسته الكبيره اللي هي بتاكت عندك هنا تمام وشغاله معاك قصاد ايه يا فندم؟ قصاد المكبس بتاعك. تمام، السوسته الكبيره دي دايما بتضمن عندك هنا حركه سلسه، بتضمن لي تمام ان يكون في مفيش سادن موفمنت، مفيش عندك هنا حركه سريعه، دايما بتضمن لي ان في سادن موفمنت تمام لا مش موجوده، بتضمن لي عندك هنا ان في سموث موفمنت حركه عندك هنا سلسه وزياده تدريجيه عندك هنا تمام في السرعه بتاعتي. وانس ان انا حضرتك قللت الامبير اللي موجود عندك هنا ده تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي تمام السوسته الصغيره دي ترجع السبول الى ناحيه مين يا فندم؟ الى ناحيه اليمين، وبالتالي عندك هنا الزيت اللي كان مضغوط في الحته دي هيبتدي ان هو يحصل له درينج ويهرب عندك هنا الى التانك، الزيت اللي كان موجود في الحته دي هيحصل له درينج ويهرب عندك هنا الى التانك، وبالتالي كل الفلو يوجه عندك هنا الى مين يا فندم؟ الى ناحيه الرود من البيستون، وبالتالي احرك عندك هنا المكبس لتحت، وبالتالي تمام ينزل معايا لتحت، وبالتالي اكبر ازاحه اكبر زاويه، وبالتالي اقل سرعه ممكنه. يبقى اذا انا بقدر اسرع وابطئ براحتي على حسب الامبير اللي هذا الكويل بيستهلكه. تمام كده؟ اذا دي نقط مهمه جدا جدا جدا، ولازم حضرتك تبقى فاهم الكلام ده كويس. طبعا علشان خاطر لو حصل اي تمام لينكج في المنطقه اللي موجوده عندي هنا في هذا البيستون، انا عامل درين لاين علشان خاطر ما يحصلش عمليه اكيوميليشن للفلو، وده كمان الدرين لاين اللي موجود عندي تمام للموتور الهيدروليكي بتاعي. يبقى اذا انت مش هتلاقي الشرح ده في اي حته، الدايره الخطيره دي انت مش هتلاقيها في اي حته، الحمد لله تمام انت هتلاقي الدايره دي موجوده عندنا. خلي بالك معايا الدايره دي ابلايد بقى وتقدر حضرتك تشتغلها هي بس تعكس الكونسبت فين يا فندم؟ في الترومبات اللي هي البنت اكسس متغيره الازاحه، ترومبات البنت اكسس متغيره الازاحه نفس الدايره هي، ولكن كونسبت الكنترول عندك هيكون ايه؟ هيكون مختلف. تمام، انا كده خلصت لك كل ما يتعلق بالسبيد كنترول، فهمتك السبيد كنترول، فهمتك المواتير كلها. بصراحه عملت اللي عليا، اديتك شرح كافي وشافي وكل اللي انت عايز تقوله عن مواتير الهيدروليك. انت هتطلع عندك هنا من الحلقه دي تمام وانت فاهم كل حاجه في مواتير الهيدروليك، ومش هيبقى عندك اي مشكله خالص في اي موتور هيدروليك قدام منك. مواتير الهيدروليك حلوه، سنتها قليله جدا تمام، عمرها طويل، ولكنها يعني لازم تبقى انت فاهم انت شغال في ايه، وما ينفعش تبقى انت قدام منك كده بلوكايه مش عارف جواها ايه. انا عرفتك كل حاجه جواها ايه بفضل الرحمن. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله باذن الله. اقابلك بقى في الفيديو الجديد هكلمك عن البروبورشنال هيدروليك، ازاي انا هتحكم في الدايركشن كنترول فالف واعمل بقى تمام الكلام ده، افتح 10% 20% 30%، اعدي الفلو اللي انا عايزه واتحكم في البريشر دروب اللي حاصل. في نهايه الفيديو ده اتمنى تكون استفدت ان شاء الله الرحمن. اقابلك في فيديوهات ثانيه، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.